عريضة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة إن شاء الله هنشرح مع بعض الوحدة الرابعة والأخيرة إن شاء الله في المراجعة النهائية بتاعتنا. فبرجو من الجميع اللي لسه مش مشترك في القناة يا ريت يشترك في القناة ويفعل زرار الجرس ويعمل لايك وتعليق جميل زي للفيديو. ثانيا اللي ما شافش الجزء الاولاني من المراجعه اللي شرحنا فيها الوحده الثالثه كلها على بعضها، يا ريت ترجع للوحده الثالثه عشان تكمل معانا ان شاء الله الوحده الرابعه والاخيره. فيا ريت الناس تدعم القناه واللي مش مشترك يشترك. يلا بينا على الجزء بقى بتاع النهارده وهنتكلم فيه عن اسس قيام الحضاره الاسلاميه. اول حاجه يا شباب هنتكلم عنها وهي اسس قيام الحضاره الاسلاميه. ولما نيجي نتكلم على اسس قيام الحضاره الاسلاميه فنعرف في البدايه ان الحضارات كلها يا شباب حضارات متكامله. يعني الحضاره بتاعتنا بتكمل الحضارات اللي قبليها، والحضارات اللي جايه بعد الحضاره الاسلاميه بتكمل الحضارات اللي بعديها اللي قبليها برضه. فالحضارات تعرف العلاقه ما بينها هي علاقه متكامله او علاقه تكامليه لانها عباره عن سلسله. فالحضاره الاسلاميه جزء من تلك السلسله فهي مكمله. يبقى دي نقطه كده لازم تفهمها بيجي فيها اسئله. يبقى الحضارات مكمله، الحضاره الاسلاميه مكمله لباقي الحضارات، علاقه متبادله، في ترابط ما بين الحضارات كلها في بعضيها. تمام؟ فتخلي بالك من نقطه زي دي. بالنسبه للحضاره بتاعتنا طبعا جوستاف لوبون قال في كتبه ان الحضاره الاسلاميه كانت النواه للحضاره الاوروبيه. كذلك في حضارات تانية الحضاره الاسلاميه خدت منها وهكذا. تمام؟ فهي سلسله متصله الحلقات. العالم والتاريخ الانساني سلسله من الحضارات. تمام؟ احنا فاهمين. طيب انا عندي اسس الحضاره الاسلاميه. ايه الاسس اللي قامت عليها الحضاره الاسلاميه؟ اسس الحضاره الاسلاميه انا عندي 3 اسس هنتكلم عنهم سريع كده يا شباب. اول حاجه من اسس الحضاره الاسلاميه وهي الدين الاسلامي. تاني حاجه من اسس قيام الحضاره الاسلاميه طبعا الشعوب الاسلاميه. تمام؟ تالت حاجه الانفتاح على الحضارات. يبقى انا عندي 3 اسس مهمين جدا قامت عليهم الحضاره الاسلاميه. طبعا في اسس كتير ولكن هي دي النقط الاساسيه اللي احنا هنتكلم عنها. يبقى الدين الاسلامي، وطبعا عارفين طبعا الدين الاسلامي هو اساس الحضاره بتاعتنا، الكتاب والسنه. وسيدنا عمر بن الخطاب قال لك نحن قوم اعزنا الله بالاسلام فان ابتغينا العزه في غيره اذلنا الله. يبقى الدين الاسلامي هو اساس الحضاره رقم 1. بعد كده الشعوب الإسلامية، الشعوب اللي كانت في الحكم الدولة الإسلامية اللي امتدت من الصين شرقا لحد الأندلس غربا أو إلى المحيط الأطلنطي غربا. الكل شارك والكل كان له دور كبير جدا. طيب الانفتاح على الحضارات، طبعا الحضارة الإسلامية كانت منفتحة على الحضارات كلها وأكبر دليل على كده الترجمة. طبعا كلنا عارفين حركة الترجمة. تمام؟ يبقى الترجمة من الحضارات التانية كان لها دور في الحضارة الإسلامية عشان في حضارات كانت مقفولة، أما الحضارة بتاعتنا احنا حضارة انفتحت على الحضارات، خدنا. وده دليل على عدم التعصب. يعني الحضارة بتاعتنا مش متعصبة ان احنا ما ناخدش من الحضارة التانية، لا عادي احنا بناخد بس بشرط ما يتناسب مع تعليم الدين بتاعنا. خدنا وطورنا، والكلام ده عن طريق حاجة اسمها الترجمة. حركة الترجمة اللي ازدهرت في الدولة أو بدأت في الأموية وازدهرت في العباسية. ولما يجي يقول لك الخليفة المأمون في الدولة العباسية شجع على حركة الترجمة بشكل كبير جدا. تمام؟ يبقى ده بالنسبة كده لأسس قيام الحضارة الإسلامية، نقطة من النقط المهمة جدا. بعد كده أنا عندي برضو في نقطة تمهيدية إيه خصائص الحضارة الإسلامية. يعني لما أجي أقول لك إيه خصائص الحضارة بتاعتنا؟ خصائص الحضارة الإسلامية. تعالى كده يا سيدي نشوف. أنا عندي 6 خصائص. أول حاجة إنها حضارة عالمية. فالحضارة الإسلامية حضارة عالمية. يعني إيه عالمية؟ يعني مش مرتبطة بجنس معين أو جزء معين من الأرض، ولكن هي للعالم كله. حضارة للعالم كله مش لشبه الجزيرة العربية أو نوع معين من البشر. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية أرسل رسله إلى كل ملوك العالم داخل وخارج شبه الجزيرة العربية. يبقى من خصائص الحضارة الإسلامية إنها حضارة إيه؟ عالمية. برضو من خصائص الحضارة الإسلامية وهي الشمولية. و3 التنوع. أنا ليه قلت الاتنين دول؟ لأن في ناس بتتلخبط ما بينهم، الشمولية والتنوع. يعني إيه الفرق بين الشمولية والتنوع؟ لما باجي بتكلم على الشمولية إنها بتشمل كل مجالات الحياة. يعني الحضارة الإسلامية اتكلمت على كل مجالات الحياة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية كله. فده لما نيجي نتكلم على كلمة الشمولية. أما لما أقول لك الحضارة تتسم بالتنوع يعني إيه؟ يعني
فيها كل ثقافات متعددة، وفيها أجناس متعددة، وفيها بشر مختلفين وأصولهم مختلفة، يعني مش شكل بعض، لا، في تنوع في الناس اللي موجودة في الحضارة، والثقافات واللغات متنوعة. فالحضارة الإسلامية متنوعة. يبقى لما أقول لك تنوع في فرق، إنما أقول لك شمولية، دي حاجة ودي حاجة. تمام. برضو من خصائص الحضارة الإسلامية أنها أخلاقية وأنها وسطية. يعني ايه اخلاقيه ووسطيه؟ اخلاقيه طبعا جايه منها مستمده من القران الكريم. طبعا اخلاق كريمه، خصال، اهداف كويسه جدا مرتبطه بالقران الكريم وسنه الرسول، فهي حضاره اخلاقيه فيها قيم ومبادئ. اما بالنسبه لوسطيه، هنا لما نيجي نتكلم على ان الحضاره بتاعتنا بتوسط، يعني متوسطه ما بين الجانب الروحي والجانب المادي، او بتهتم بالعلوم الدينيه والعلوم الروحيه اللي هي العلوم الماديه. يعني مثلا في علوم تبع الدين وعلوم تبع الدنيا، فهي بتدرس ده وبتدرس ده. يعني هنا حاجه وسط. فالحضاره الاسلاميه حضاره وسطيه، مش متشدده ولا حضاره دينيه بحته ولا الكلام ده، لا، هي بتدعو لكل انواع العلوم، علوم دينيه، علوم دنيويه، جانب روحي، جانب مادي، يعني هي مرتبط بها كل الكلام ده. كذلك انها ايضا واقعيه. رقم 6 اخر حاجه، واقعيه. يعني ايه واقعيه؟ واقعيه يعني انها بتقدم لك حلول لبعض المشكلات المجتمعيه اللي انت ممكن تقابلك، زي علم الفقه كده، يعني بيقدم بعض الحلول وبعض والتفكير وبعض المشاكل ممكن تقابلك في المجتمع، فانت بالواقع اللي انت بتعيشه ممكن تقدم له بعض الحلول. تمام. فهنا يعتبر ايه؟ حضاره واقعيه. فهي من مميزات الحضاره او من خصائص الحضاره الاسلاميه انها تتميز ب6 حاجات: عالميه، شموليه، تنوع، اخلاقيه، وسطيه، واقعيه. تمام. يبقى دي كده خصائص الحضاره الاسلاميه. ده كده الجزء التمهيدي. بعد كده في الدرس الاولاني بنتكلم على النظام الاداري في الدوله الاسلاميه. تمام. يبقى نيجي نتكلم بقى على النظام الايه؟ الاداري. لما بتكلم على النظام الاداري بتكلم على عده مناصب. اول حاجه منصب الخلافه، وتاني حاجه بتكلم على منصب الوزاره، وبعد كده بتكلم على منصب الوالي او اللي هي الاماره. تمام. طيب تعالوا واحده واحده كده نتكلم على الدور الاول كده. اول حاجه بالنسبه للخلافه. بالنسبه للخلافه يا شباب لما نيجي نتكلم عنها بعرفك ان الخلافه الاسلاميه نظام المسلمين هم اللي اخترعوه، يعني ما كانش موجود قبل كده. لا، ما كانش موجود قبل كده. طيب هل الرسول امر بيه؟ لا، الرسول ما امرش بيه. طيب امال عرفوه ازاي؟ قال لك ده عن طريق الشورى، ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان معودهم على نظام الشورى. فبعد كده يبقى الرسول ما مات هو لم يوصي بحاجه، ولكن المسلمين نتيجه لتعلمهم من النبي توصلوا ان هم ابتكروا الموضوع ده. فالخلافه ده ابتكار اسلامي، حاجه اسلاميه بحته، محدش عملها ولا كان نظام موجود اساسا. يعني كان موجود في امبراطوريات، موجود في ملوك، اما حاجات الخلافه ما كانتش موجوده، فده ابتكار اسلامي. يبقى منصب الخلافه من اهم المناصب، ونتج نتيجه تعلم من الرسول في نظام الشورى. تمام. طيب مين اللي بيختار الخليفه؟ قلنا اهل الحل والعقد اللي هم الصحابه او كبار العلماء. طيب كان بيختاروه على اساس ايه؟ قلنا كانوا بيختاروه على اساس الشورى. طيب حاليا الشورى تشبه نقط تشبه الديمقراطيه. ممكن يجي يسالك الشورى تشبه حاليا نظام ايه؟ الديمقراطيه. طيب هل على طول كان نظام شورى؟ قال لك لا، في الاول كان شورى. يعني لما نيجي نتكلم مثلا على فتره الخلفاء الراشدين، دول كان الاختيار بتاعهم شورى. اما لما اجي بتكلم بعد كده الدوله الامويه والعباسيه بقى وانت طالع، دول كده نظام وراثي ملكي. تمام. فلازم نفرق برضه من النقطه دي. يبقى في نظام وراثي ملكي من اول معاويه بن ابي سفيان اللي هي بدايه الدوله الامويه، كل ده كده كله بقى بعد كده بالدوله العباسيه كله نظام وراثي ملكي. تمام. اما ابو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن ابي طالب، الاربعه كده نظام شورى. يعني ايه؟ بنستشيروا بعض الصحابه وبيختاروا واحد وخلاص. تمام. يبقى ده بالنسبه للنظام الخلافه. سهله خالص. او العلاقه كانت ما بين الخليفه والرعيه قايمه على النصح والارشاد. يعني ايه؟ يعني يتقبل النصيحه، يتقبل النقد، يتقبل الارشاد عادي جدا، مفيش مشكله خالص بالنسبه للخلفاء. طيب تعالوا بعد كده للنظام الوزاره. ايه نظام الوزاره؟ قال لك بالنسبه للوزاره في الاسلام كانت معروف في الاول معنى وبعد كده لفظا، والنقطه دي مهمه. يعني لما اجي اقول لك ايه الوزاره كانت موجوده من ايام النبي،
ولكن ما كانش اسمه وزير، يعني المنصب كان موجود معنى. يعني ايه معنى؟ يعني المنصب موجود ولكن ما اسمهوش وزير. تمام. طيب امال ايه؟ قال لك الرسول كان بيستعين بالصحابه وبيستشيرهم، يعني كانوا يعتبروا وزراء. كذلك في عهد الخلفاء الراشدين نفس الحكايه، ابو بكر كان بيستعين بسيدنا عمر، وسيدنا عمر كان بيستعين بسيدنا عثمان، وسيدنا عثمان كان بيستعين بسيدنا علي، وهكذا. ولكن المنصب موجود. كذلك في الدوله الامويه كان المنصب موجود بس معنى فقط. طب ولما جت الدوله العباسيه، لا هنا بقى اصبح ايه؟ لفظا ومعنى. لفظا ومعنى، لفظا ومعنى في الدوله ايه؟ العباسيه. يبقى اول مره يظهر منصب الخلافه، منصب بالوزاره لفظا زائد معنى، الكلام ده في الدوله العباسيه. كل اللي قبله كان معنى فقط، ما كانش حاجه اسمها وزير. تمام. اللي هو الوظيفه موجوده كحاجه موجوده كده قدامنا. طيب من شروط اختيار الوزير طبعا العدل والعلم والامانه والحكمه وحسن تصريف الامور، شويه حاجات كده كتير. تمام. والوزير طبعا من المناصب اللي اخذها المسلمين من الفرس، من المناصب الاداريه اللي اخذها المسلمين من مين؟ من الفرس. يبقى منصب الوزاره منصب المسلمين خدوه، نقلوه عن الفرس. اما لما تيجي للخلافه، لا، الخلافه احنا قلنا لسه قايل احنا اللي اخترعناها، المسلمين اللي اخترعوها. طيب قلنا الوزير طبعا مهمته طبعا بيساعد الخليفه باداره شؤون البلاد. طيب بعد كده خلينا في الاماره. بالنسبه للاماره يا شباب، اللي هو الوالي، قال لك الوالي ده قصته قصه، ده موجود من ايام النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. ليه بقى؟ لان احنا قلنا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لما كانت قبيله تخش في الاسلام كان بيبعت لها حد علشان يعلمهم امور الدين، يعني عامل والي زي ما تسميه بقى، ان هو بيعلمهم امور دينهم، وكان بيعلمهم الصلاه، وكان يجمع منهم الزكاه. فهنا الوالي في بدايه صدر الاسلام كانت مهمته عباره عن ايه؟ مهمه دينيه ومهمه اقتصاديه. دينيه واقتصاديه، فدي من النقط المهمه. دينيه لانه كان بيعلمهم الصلاه، واقتصاديه لانه كان بيجمع منهم الزكاه. تمام. طيب بعد كده الامر كبر وبقى الوالي اهتماماته كبرت، لانه بقى بيشرف على حاجات كتيره جدا في الدوله. ولكن لما يجي يسالك ايه الصفه العامه على وظيفه الوالي، طبعا هي السلطه التنفيذيه، يعني هو سلطه تنفيذيه اصلا، بالاضافه الى ان له اختصاصات تانية. في اختصاصات تانية، ولكن المعنى الشامل لوظيفته يغلب عليه الطابع التنفيذي، سلطه تنفيذيه. وطبعا سيدنا عمر بن الخطاب كان بيأكد على موضوع إقرار الذمة المالية. ولو يعني إيه ذمة مالية؟ يعني لما بيجي بيعين والي لازم يتأكد معاه كام، يعني ثروته قد إيه، عشان بعد كده يجي يشوف ده اختلس ولا ما اختلسش. وبعد ما يخلص بيشوف برضه ذمته المالية قد إيه. يبقى قبل ما يتولى وبعد ما يتولى كان بيشوف ذمته المالية. ليه؟ عشان يتأكد اختلس ولا ما اختلسش، وهكذا. تمام. فدي نقطة برضه من النقط المهمة. يبقى حفاظا على المال العام كان بيشوف اقراره المالي قبل وبعد توليه الولايه. يبقى كان في شده في اختيار الولايه، كان في شده. تمام. طيب انا عندي بعد كده في منصب الدواوين والقضاء. تعالوا كده نتكلم على الدواوين والقضاء في الدوله الاسلاميه. 4 الدواوين، و5 القضاء. طب تعالوا في الدواوين الاول. طبعا كلنا عارفين ان الدواوين دي مأخوذة من نظام الفرس، حتى احنا خدنا في السنين اللي فاتت نظام هي سجل، هي كلمة فارسية تعني السجل او الدفتر، فهي كلمة مأخوذة من الفرس. تمام. زي الوزارة كده بالظبط. يبقى انا عندي الوزارة وعندي الدواوين نظام فارسي. طيب الدواوين من اللي عملها سيدنا عمر بن الخطاب. يعني اقول لك اول ظهور للدواوين في عهد الخلفاء الراشدين سيدنا عمر بن الخطاب. طيب ليه ظهر في عهد سيدنا عمر بن الخطاب؟ بسبب اتساع الدولة الإسلامية. طيب يجي يقول لك هي الدواوين دي تشبه حاليا ايه؟ قال لك تشبه الوزارات. يعني الديوان يشبه الوزاره، يشبه الوزاره. طيب تعددت الدواوين في الدوله الاسلاميه على حسب الحاجه اليها، يعني على حسب حاجتي. انا مثلا عايز اعمل ديوان للجيش، ليه كونا جيش والجيش كبر، ديوان للاسطول، ديوان للاراضي الزراعيه، ديوان للزكاه، ديوان لبيت المال، ديوان مش عارف ايه. على حسب احتياجي كان بيظهر الدواوين. تمام. فالدواوين بسبب اتساع الدوله، بسبب كثره الفتوحات، بسبب كثره احتياج الدوله ليها، فبدا يعمل الدواوين. الدواوين عندي مثلا زي ديوان الجند. تمام. دي اسامي الجنود. ديوان الخاتم اللي هو معاويه بن ابي سفيان اللي عمله. طبعا ديوان الجند في عهد ابو بكر عمر بن الخطاب. اما ديوان الخاتم اللي هو كان بيختم مراسلات الخليفه ده كان في عهد معاويه بن ابي سفيان، ليه؟ منعا لتزوير المراسلات بتاعه الخليفه.
يبقى تم منع تزوير مخالفات الخليفه منذ عهد الدوله الامويه. ليه؟ لان هنا انا بقول لك في عهد معاويه بن ابي سفيان اللي عمل ديوان الخاتم. عندنا دواوين بقى تانية برضو كتير زي ديوان بيت المال، ديوان الخراج، دواوين تانية والمراسلات والبريد، شوية بقى دواوين تانية كده موجودة في الدولة الإسلامية بسيطة وسهلة. تمام؟ ده بالنسبة لنظام الدواوين. طيب بالنسبة للقضاء، قال لك القضاء ده بقى كان أول قاضي في الإسلام هو الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا كلنا عارفين إن أول قاضي في الإسلام هو النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الرسول أول قاضي في الإسلام، وكان الحكم بما جاء في الكتاب، وبعد الرسول صلى الله عليه وسلم بقى جاء في كتاب وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وطبعا اللي بيحكم بالشرع، مش بيحكم كده من دماغه، اللي بيحكم في شرع، بيطبق الشرع ويحكم بالشرع اللي قدامه، في أدلة ولا فيش أدلة وهكذا. طيب القضاة بعد كده كانوا منفصلين زي الوالي وعامل بيت المال. يبقى هتلاقي كده ايه في سلطات كده منفصلة عشان ما يأثرش عليها الوالي أو الحاكم. القضاة في الدولة الإسلامية كان لهم دور كبير جدا، وكان في الدولة الإسلامية مع مرور الوقت بدأ يظهر عندي حاجة اسمها ايه؟ التخصص في القضاء. يعني مثلا ايه؟ قاضي الجند ظهر في عهد الخليفة المهدي في الدولة العباسية، وعندك قاضي أهل الذمة برضه بدأ يظهر في الدولة العباسية. يبقى في ظهر عندي التخصص في القضاء. طيب ده دليل على ايه؟ دليل على حرص الدولة الإسلامية على تحقيق العدل في كل طائفة موجودة في الدولة الإسلامية. يعني أهل الذمة عمل لهم قاضي خاص بيهم، الجند عمل لهم قاضي خاص بيهم عشان يحل مشاكلهم. الكلام ده ظهر في الدولة العباسية في عهد الخليفة المهدي. تمام؟ يبقى هنا نقول ظهر تخصص في القضاء بهدف ايه؟ تحقيق العدالة لكل طائفة في الدولة الإسلامية. يبقى نظام القضاء سهل جدا ومفيش أي مشكلة. أنا عندي برضو من النظم اللي كانت موجودة نظام الشرطة، وبعدين الجيش، وبعدين الأسطول. طيب بالنسبة للشرطة ركز بقى معايا كده. بالنسبة لنظام الشرطة، صاحب الشرطة يشبه حاليا وزير الداخلية. ممكن يسألك، فاحنا لازم برضو نبقى فاهمين. يعني صاحب الشرطة ده منصب يشبه حاليا وزير الداخلية. طيب ايه مهمته؟ ان هو بيحافظ على الامن والامان داخل الولاية، يعني بيقبض على المفسدين والخارجين على القانون ويحفظ الامن، بالاضافة انه كان بيحمي ارواح الخلفاء وبيحمي ارواح الولاة في الامصار الاسلامية. وكان لما بيساعد المحتسب، وكان له دور في القضاء، يعني كان مرتبط بالاجهزة التنفيذية بتاعت الدولة. فهنا هنلاقي ان الشرطة نظام تبع النظام التنفيذي او السلطة التنفيذية، كان بيقيم الاحكام وغيرها. طيب بالنسبة للشرطة قال لك صاحب الشرطة اللي هو بقى صاحب الشرطة نفسها، مش العساكر، لا صاحب الشرطة ده يعتبر من المناصب المهمة جدا في الدولة. ليه؟ لحاجة مهمة قوي، لأنه عند غياب الوالي هو اللي كان بينوب عنه في إدارة الولاية. يعني هو ده اللي كان لو الوالي مش موجود هو اللي بيحكم الولاية بداله. عشان كده لما نيجي نختاره قال لك لازم شروط معينة جدا، شوية شروط. يعني لازم يكون سياسي بارع، تمام، ويكون رصين، ويكون يعرف يصرف الأمور، مش أي حد كده نعينه الولاية. فدي نقطة من النقط المهمة. يبقى ليه كان هناك حدة في اختيار صاحب الشرطة؟ لأنه كان ينوب عن الوالي عند غيابه، لأنه له سلطة مهمة جدا في الدولة. تمام؟ فصاحب الشرطة من السلطات المهمة. عندي بعد كده الجيش والأسطول. طبعا الجيش يا شباب من أيام النبي صلى الله عليه وسلم والجيش موجود. طيب هو الرسول عمل جيش ليه وأمر بالقتال ليه؟ قال لك لتحقيق أهداف دينية وسياسية وعسكرية أمنية يعني. طيب اللي هي إيه؟ قال لك الدفاع عن الدولة الإسلامية وحمايتها، حماية حدود الدولة، الدفاع عن الدين الإسلامي، نشر الدعوة. فهنا هتلاقي لا أمور دينية. الهدف من الجيش أمور دين، إن أنا بحمي الدعوة الإسلامية ودافع عنها وأحمي حدود الدولة الإسلامية. يبقى عسكري سياسي ديني. يبقى ده الهدف من تكوين الجيش في الدولة الإسلامية. طيب الجيش كان الرسول كان قائد الجيش، وكان بيعين قادة تانيين في الحروب والغزوات والسرايا. مع مرور الوقت تقاعس الناس في الدولة الأموية عن المشاركة في الجيش. كان الجيش تطوع، يعني حبا في الشهادة، يعني مش جيش منظم زي دلوقتي كده. لا، كان الأول جيش في حرب، يلا كلنا حبا في الشهادة، وإن احنا يا إما نستشهد في سبيل الله يا إما نصر للإسلام. ولكن مع الوقت في الدولة الأموية تقاعس الناس عن المشاركة في الجيش. فجاء هنا دور مين؟ عبد الملك ابن مروان. جاء مين بقى؟ عبد الملك
ابن مروان. عبد الملك ابن مروان ده عمل حاجة مهمة قوي، انه جعل التجنيد اجباري في الدولة الاسلامية. يبقى اول من ادخل التجنيد اجباري في الدولة الاسلامية هو عبد الملك ابن مروان. تمام، يبقى دي نقطة من النقط المهمة جدا. تمام. يا طيب ليه بقى؟ قال لك لان الناس تقاعسم، لان كل واحد انشغل بالحرف والصناعة بتاعته والدخل بتاعه. يعني الاسباب اقتصادية، الناس انشغلت عن الجيش، فقال لك لا ده انا هخليه بقى اجباري عشان يبقى كل واحد عارف هو وراه ايه. تمام، زي ما بنقول كده بالبلدي. طيب بعد كده طبعا هناك اسلحه في الجيش زي ما احنا عارفين، اسلحه خفيفه واسلحه تقيله، كله كلام سهل جدا ما فيهوش اي مشكله. طيب بعد كده انا عندي الاسطول في الاسلام. طبعا الاسطول كان له دور كبير، وقلنا نشأ الاسطول في عهد الدوله الراشده، يعني في عهد الخلفاء الراشدين. طيب مين اللي انشأ الاسطول؟ سيدنا عثمان بن عفان، برأي من مين؟ من معاويه بن ابي سفيان والي الشام. وفعلا سيدنا معاويه بن ابي سفيان تم انشاء الاسطول وانتشرت صناعه السفن، والهدف منه حمايه سواحل الشام من خطر الدولة البيزنطية. ده الهدف الأساسي على فكرة، إن نحمي سواحلنا من خطر الدولة البيزنطية سواء الشام أو مصر. تمام، عشان كده تلاقي مصر والشام الاثنين اشتركوا في إنشاء الأسطول الإسلامي بأمر مين؟ من عثمان ابن عفان في عهد الدولة الدولة الأموية، الخلفاء الراشدين. طيب بعد كده قلنا الأسطول كان له دور، كان له دور في حاجتين: فتح قبرص، وفتح اللي هي معركة ذات الصواري. ولو هتيجي تلاحظ هتلاقي ان قبرص ومعركه ذات الصواري ضد البيزنطيين. يعني هتلاقي اشهر الحاجات اللي احنا عملناها كانت ضد الدوله البيزنطيه. تمام. وبدا المسلمين بقى يعملوا دار لصناعه السفن في جزيره الروضه في مصر عندنا، وبدا مع الوقت تزداد بقى في الفسطاط وفي دمياط وفي الاسكندريه دور لصناعه السفن. ولما تيجي كده بقى صلاح الدين الايوبي له دور في الاسطول. طبعا احنا خدنا ان صلاح الدين الايوبي جهز جيشه بقيادة حسام الدين لؤلؤ، وامره انه يحاصر سواحل الشام عشان يمنع امدادات الصليبيين ليهم اللي جايه من اوروبا. اللي جايه منين؟ من اوروبا. يبقى صلاح الدين الايوبي له دور في الاسطول وحمايه سواحل الشام من امدادات الاوروبيه عن طريق الاسطول الاسلامي. وبرضه اهتم بشؤون اللي هي دور لصناعه السفن. كذلك المماليك برضه لهم دور، ان الظاهر بيبرس المؤسس المماليك البحريه. ليه؟ لانه اهتم بالاسطول اهتمام كبير جدا، وانه انشا دور لصناعه السفن في اماكن زي ما انا قلت الفسطاط ودمياط والاسكندريه والحتت دي وجزيره الروضه، وبدا انه ينظم السفن الاسلاميه. تمام. وبكده يبقى تم انشاء اسطول قوي في العصور المختلفه في الدوله الاسلاميه، سواء من ايام الخلفاء الراشدين والدوله الامويه والعباسيه والايوبيه والمماليك. تمام. بالنسبه للدرس الثالث الشباب بيتكلم على الحياه الاقتصاديه والاجتماعيه. اول حاجه بنيجي نتكلم عن الحياه الاقتصاديه بنتكلم على الزراعه، النشاط الزراعي في الدولة الإسلامية. طبعا في الدولة الإسلامية اللي ساعد على تطور الزراعة إن في تنوع في المناخ في الوطن العربي أو في الدولة الإسلامية، وفي نفس الوقت عندي أراضي كتيرة لأن الدولة الإسلامية توسعت، وبرضه في نفس الوقت أنا عندي موارد كتير وعندي موارد مية، فده ساعد إن يبقى في زراعة بشكل كبير. طيب احنا حتى قلنا ان هارون الرشيد كان بيشوف السماء المغيمة في السحابة المغيمة في السماء، ويقول للسحابة ايه؟ اذهبي اينما شئتي فاينما تمطري يؤتيني خراجك. يعني ايه؟ يعني شوف السحابة مغيمة، يقول لها اذهبي اينما شئتي، لو ما شئتيش هنا هتشتي فين؟ يعني هتشتي في مصر، هتشتي في الشام، هتشتي في الجزائر، هتشتي في المغرب، يعني ما كل ده تبعي، هتجيني خراجك اللي هو ضريبة الارض الزراعية. ده دليل على ايه؟ ممكن يجي لك العبارة دي يبقى دليل على اتساع رقعة الدولة الاسلامية وكثرة الخيرات في الدولة الاسلامية. طيب بالنسبة للزراعة في الدولة الإسلامية المسلمين لعبوا على كذا محور. أول حاجة إن هم اهتموا بمشاريع الري، تاني حاجة اهتموا بالفلاح، تالت حاجة اهتموا بالعلوم الزراعية. طيب واحدة واحدة كده. قلنا اهتموا بالإيه؟ اهتموا بمشاريع الري، مشاريع الري. تاني حاجة قلنا اهتموا بالعلوم الزراعية وبالفلاح. طيب انا عندي ثلاث حاجات. اول حاجه مشاريع الري. عملوا ايه في مشاريع الري؟ احنا خدنا معاويه بن ابي سفيان انشا سد اسمه سد معاويه في المدينه عند وادي اسمه وادي الخنق. طيب انا عندي برضو المسلمين انشأوا احمد بن طولون انشا قناطر احمد بن طولون في حي البساتين. عندك كمان اهتموا بانشاء مقاييس على النيل. طبعا المقياس بتاع النيل بيقيس ارتفاع منسوب الميه عشان نحدد الضرائب اللي بتفرض. كذلك ايضا في الاندلس في الدوله الامويه زرعوا مدرجات الجبال، فاكرين؟
قلنا في مدرجات الجبال، عملوا الجبال على شكل مدرجات وزرعوها. بس الكلام ده فين؟ في الاندلس. تمام، فخلي بالك من النقطه دي. يعني لما يجي يقول لك الاندلس يبقى في عصر الدوله نقط الدوله الامويه. هتيجي تقول لي طب وانا عرفت منين انها الامويه؟ يمكن تكون العباسيه. هقول لك لا، العباسيين اصلا ما حكموش الاندلس، هي تناتها دوله امويه. حتى لما سقطت الامويه برضه ظلت امويه زي ما هي. اما الدوله الحته الوحيده اللي ما تحولتش من عباسيه لامويه هي الاندلس، لان العباسيين اصلا ما راحوش ليها. تمام، فهي امويه زي ما هي. يبقى تحت الحكم الاموي تم زراعه مدرجات الجبال. برضه من المشاريع برضه المهمه اللي هو النواظم اللي انشأت في عصر الدوله العباسيه في بغداد بين نهري دجله والفرات عشان يرووا الاراضي الزراعيه. يبقى اهتموا بمشاريع الري بشكل كبير، مهمه قوي النقطه دي. بالاضافه اللي هي ادوات رفع الميه، ادوات رفع الميه علشان يرووا الاراضي الزراعيه، ودي هناخدها في الصناعه طبعا. طيب انا عندي العلوم الزراعيه، اهتموا بالعلوم الزراعيه واهتموا بالفلاح. بالنسبه للفلاح الاول، الفلاح قال لك سقطوا الضرائب من على الفلاح، او بيقول لك قللوا الضرائب والضغط من على الفلاح، لان اللي بينتج اصلا هو الفلاح. فهم عارفين ان الفلاح هو اداه مهمه لزياده الانتاج الزراعي. زي ما خدنا كده في الجغرافيا، شفتوا التنميه البشريه انها بتهتم بالفرد. هم المسلمين لعبوا على الموضوع ده، موضوع التنميه البشريه، من خلال الاهتمام بالفلاح وقللوا الضرائب اللي عليه علشان ينتج. طيب بالنسبه للعلوم الزراعيه، اهتموا بالاسمده الجيده، استخدموا نظم ري حديثه. بالاضافه الى ان هم بالنسبه للعلوم درسوا الارض الزراعيه عشان يحددوا نوع المحصول اللي بيتفرض على الارض. يعني شوف الارض، شفت الابحاث العلميه اللي احنا خدناها في الجغرافيا، نفس الحاجه، درسوا الارض وشوفوا اجود او افضل محصول لنوع الارض دهيا او التربه دي استخدموه فيها. بالاضافه الى انهم طبعا ادخلوا محاصيل وظبطوا الدنيا بالنسبه للزراعه واستصلاحوا اراضي زراعيه. تمام، يبقى ده بالنسبه للعلوم الزراعيه، بيهتموا بالعلوم بشكل كبير. ليه؟ عملوا ابحاث وعرفوا التربه وايه افضل المحاصيل ليها والاسمده الجيده، واستصلاحوا اراضي واستخدموا نظم ري. تمام، يبقى ده بالنسبه للنظم الثلاثه او المحاور الثلاثه اللي اهتموا بها في الزراعه في الدوله الاسلاميه. غير كده كمان، يعني احنا قلنا برضو في الجغرافيا، فاكرين اللي هو نظام الدوره الزراعيه؟ لو فاكرين، مش احنا قلنا في حاجه اسمها دوره زراعيه للارض الزراعيه، ان احنا بنزرع الارض بنظام معين. المسلمين برضو اتبعوا نظام الدوره الزراعيه. وممكن يجي لي سؤال نفس السؤال اللي جالي في الجغرافيا، اللي يقول لك استخدم المسلمين نظام المحافظه على استدامه الموارد من خلال نقط استخدام الدوره الزراعيه. فدي نقطه من النقط المهمه. تمام. طب بالنسبه للصناعه، يعني لما اجي اتكلم بقى على النشاط الصناعي، الصناعة، المسلمين اهتموا بالصناعة اهتمام كبير جدا. اصل الصحابة اصلا كانوا حرفيين، اللي كان نجار واللي كان حداد واللي كان فلاح، فالحرف كانت موجودة في الدولة الاسلامية بشكل كبير جدا. وقلنا ان في عهد عمر بن الخطاب والخلفاء الراشدين اهتموا بالصناعات الحربية، وفي معاوية بن ابي سفيان في عهد عثمان بن عفان اهتم بصناعة السفن، عشان قلنا كان في اسطول فلازم يعمل سفن، اهتموا بالصناعات الكتيرة. وفي عصر الدولة الأموية والعباسية اخترعوا اللي هي المحركات اللي بتشد المية. طبعا ودي استخدموها في الزراعة زي ما انا لسه قايل من شوية، في محركات وآلات كانت بتضخ المية من باطن الأرض عشان يستخدموها في الري، وبالمرة بيحافظوا على كمية المية. وده في العصر الأموي والعباسي. تمام، يبقى دي من الصناعة اللي هي صناعة المحركات اللي بتضخ المية أو اللي بتاخد المية من المية الجوفية وتطلعها لفوق ويستخدموها في الزراعة. يبقى ده بالنسبه للزراعه مرتبطه بالصناعه، يعني او الزراعه مرتبطه بالصناعه او الصناعه مرتبطه بالزراعه. تمام، يبقى دي من النقط المهمه. برضو من النقط الاساسيه في الصناعه اللي هو نظام طوائف الحرف، والنقطه دي في منتهى الاهميه. في حاجه اسمها كده نظام طوائف الحرف. ايه نظام طوائف الحرف ده؟ نظام طوائف الحرف ده عامل حاليا زي نظام النقابات العماليه. طبعا كلنا عارفين النقابات العمالية. ايه النقابات العمالية دي؟ قال لك النقابات العمالية اللي هي زي نقابة المعلمين، المهندسين، وهكذا. يعني ايه؟ قال لك دي فايدتها انها بترعى شؤونهم وبتنظم احوالهم، اللي هم اصحاب الحرفة يعني. سيبك من النقابات العمالية، خلينا في نظام طوائف الحرف. كل حرفة ليها طائفة خاصة بيها، يعني وليها شيخ طائفة هو اللي بيتولى شؤونها ورعى مصالحها وينظم صفوفها، ويعرف ان الناس اللي في الحرفه دي محتاجين ايه يرفعوا للدوله يطلب طلباتهم، ولو الدوله طالبه طلبات منهم او مديالهم حاجه معينه هو بيوصل الكلام ده ليهم. فهو الصله ما بين الدوله وبين افراد الحرفه. فكل حرفه كان لها طائفه، وكل طائفه لها شيخ طائفه بيرعى مصالحها ويحافظ على اسرارها ويطورها ويعمل على تنميتها وهكذا.
يبقى ده كده اسمه نظام طوائف الحرف. وهنا يجي ساعات يقول لك اهم ما يميز الصناعه عن الزراعه في الدوله الاسلاميه انها كانت على شكل منظم، نظام تنظيمي، اللي هو نظام طوائف الحرف، هو المقصود بكده، اللي هو النظام اللي كان بيحافظ على الدوله الاسلاميه، نظام الصناعه في الدوله الاسلاميه. بالنسبه لاهم الصناعات يا شباب، هتلاقي عندك صناعات زي الغزل والنسيج، صناعه الورق، صناعه الزجاج، صناعات معدنيه، صناعات كتيره. من اهمهم هتلاقي صناعه الورق. وخلي بالك مهمه جدا، لما باجي اتكلم على الصناعات وبتكلم عن صناعه الورق. المسلمين في عصر الدوله العباسيه، هارون الرشيد اخذ صناعه الورق من الصين. والنقطه دي مهمه قوي، اخذ صناعه الورق من مين؟ من الصين. يعني ايه برضو؟ قال لك لان المسلمين كانوا بيعتمدوا على ورق البردي، ولكن مع الوقت نتيجه لعلاقه المسلمين بالصين خدوا منهم تصنيع اللي هي الات صناعه الورق، فمن هنا دخلت صناعه الورق وبدا الاستغناء عن ورق البردي. الكلام ده في عهد مين؟ هارون الرشيد، يعني في الدوله العباسيه، تحديدا في العصر العباسي الاول. تمام؟ يبقى دي من النقط المهمه جدا صناعه الورق. كذلك ايضا الصناعات الغذائيه زي صناعه السكر، كان عندنا في مصر قصب السكر اللي هو تكرير السكر. وعندك صناعه النسيج، تمام، من الكتان في عصر الدوله الفاطميه والارشديه كان موجود عندنا من الكتان. تمام. عندك صناعه المعادن، ودي من النقط المهمه جدا، المعادن. كان في صناعه اللي هي التكفيت، اللي هي تطعيم المعادن. يعني كانوا بيطعموا البرونز بالذهب والفضه وهكذا، يعني معدن بيحطوا فيه معدن تاني بيطعموه. تمام. يبقى الصناعه دي انتشرت بشكل كبير في الموصل. فين الموصل؟ في العراق. يبقى انتشرت صناعه التكفيت او صناعه تطعيم المعادن في نقط في العراق. طبعا انت كاتب مكتوب عندك الموصل، يعني ايه؟ يعني العراق. هو مش هيجيب لك الموصل طبعا، هيقول لك دوله نقط، يبقى دوله العراق. تمام. يبقى دي من الصناعات المعدنيه المهمه جدا. وبعد صناعات زجاجيه وصناعات خشبيه. طبعا صناعه خشبيه كانت موجوده عندنا في مصر، في دمياط وفي الاسكندريه وفي جزيره الروضه واماكن كتير كانت موجوده عندنا في مصر، عشان بس كانوا بيصنعوا السفن. ده غير الصناعات الخشبيه المختلفه. تمام. يبقى ده بالنسبه لاشهر الصناعات، يعني مش كل الصناعات، اشهر الصناعات. فتتركز كويس جدا على صناعه الخشب، تركز على صناعه الورق، تركز على صناعه التعدين المعادن، وصناعه الغذائيه، وصناعات الكتان اللي هي صناعات النسيجيه. تمام. برضو من النقط المهمه جدا. بالنسبه بقى للتجاره يا شباب، بالنسبه للتجاره مهمه جدا جدا جدا. لما باجي بتكلم على التجاره في الدوله الاسلاميه، اقول لك ان الدوله الاسلاميه ساعدها موقعها المهم جدا على نشاط حرفه التجاره بشكل كبير. واللي ساعدها اكتر ان عندها زراعه وصناعه. فكلما تعددت الزراعات والصناعات كلما تعددت المنتجات اللي هنتاجر بيها. يبقى لما يجي يقول لك ايه سبب ازدهار التجاره في الدوله الاسلاميه؟ ان عندنا زراعه وعندنا صناعه، عندنا صناعات متنوعه فتنوع السوق، فبدا يتنوع المنتجات. غير كمان ان في وسائل نقل ومواصلات في الدوله الاسلاميه، والطرق والفنادق والاستراحات، الخانات. بالاضافه الى ان كان في اسطول اسلامي، اسطول تجاري باسطول حربي كان بيحمي من عمليه القرصنه. بالاضافه الى ان الدوله الاسلاميه عملت العمله في عهد الدوله الامويه، عمله بقى خاصه بالدوله الاسلاميه اللي هو في عهد عبد الملك بن مروان، اول عمله اسلاميه يتم انشائها في عهد الدوله الامويه. يبقى كان في عمله، كان في امن وامان وفي استقرار، كان في طرق بريه وطرق بحريه، كان في اسطول، كان في استراحات، كان في خانات، كان في صناعات، كان في زراعات. كل دي حاجات كده تكتلت مع بعضها وخلت ان عندي تجاره في الدوله الاسلاميه. طيب التجاره دي كان نتيجتها ايه؟ يعني المسلمين لما تاجروا قال لك ان المسلمين راحوا شرقا وغربا، فنتيجه كده بدا يبقى ان المسلمين يعرفوا نظم اقتصاديه جديده. بداوا ان هم يعملوا مراكز تجاريه في الاماكن البعيده، وبداوا يختلطوا ويعرفوا بعادات وتقاليد الناس دي. ونتيجه لكده انتشر الاسلام. ونتيجه لكده ايه؟ انتشر الاسلام. انتشار الاسلام على يد التجار. هل التجار كان لهم دور في نشر الاسلام؟ طبعا ده دور كبير جدا. ليه؟ لان التجار المسلمين كانوا بيتاجروا بايه؟ بالقيم الاسلاميه. يعني تمسكوا بتعاليم الدين الاسلامي في عمليه البيع والشراء. فدي نقطه مهمه جدا ادى الى الناس اعجبوا بشخصيتهم وبدينهم،
ودخلوا الدين الاسلامي زي جنوب شرق اسيا، اندونيسيا وماليزيا والحتت اللي هناك دي، وكذلك في غرب افريقيا زي مدينه صنغي ومالي وغيرها من الاماكن، وتومبيكتو. دي اماكن موجوده في غرب افريقيا، غير مقديشو بقى اللي موجوده في شرق افريقيا على ساحل المحيط الهندي. المحيط الهندي تمام. يبقى انت عندك اماكن في شرق افريقيا، في غرب افريقيا، وعندك في جنوب شرق اسيا، غير اوروبا نفسها لما تعاملت مع الدوله الاسلاميه واخذت منها. تمام. يبقى مثلا الدوله البيزنطيه كانت على عداء مع المسلمين، ولكن كان هناك علاقات تجاريه بين الدوله الاسلاميه وبينهم بسبب الموقع. تمام. يبقى كان في تبادل، كان في تبادل، بالرغم ان كان في عداء عسكري، كان في عداء عسكري وعداء ديني، ولكن كان في تواصل اقتصادي. مع مين؟ مع الدوله البيزنطيه. كذلك ايضا في النشاط الزراعي اخذوا مننا حاجات كتير، يعني خدوا مننا المحاصيل الشرقيه. يعني ايه التبادل في المجال الزراعي؟ خدوا مننا المحاصيل الشرقيه زي الارز وقصب السكر والليمون والسمسم. تمام. دي كلها محاصيل خدوها مننا احنا، نقلوها عندهم. كذلك ايضا العقاقير والادويه، تمام، برضه خدوها مننا. يبقى دي شويه حاجات كده يعني بنقول تبادل حضاري، تبادل تجاري، حاجات خدوها مننا وعن طريق اللي هي موقعهم، عن طريق العلاقات التجاريه، عن طريق التبادل الحضاري. تمام. فخدوا مننا حاجات كتيره جدا. فعشان كده بنقول ان الحضاره الاسلاميه حضاره مهمه جدا، والتجاره كان لها دور كبير جدا. فالتجاره زي الزراعه زي الصناعه لا تقل اهميه، ولكن ممكن نقول تزيد اهميه. ليه؟ لانها ساعدت في نشر الدين الاسلامي في العالم اجمع. بالنسبه لاخر حاجه في الدرس يا شباب، بنتكلم على الحياه الاجتماعيه. ولما اجي بتكلم على الحياه الاجتماعيه يبقى انا بتكلم على المجتمع الاسلامي. وطبعا المجتمع الاسلامي كان فيه 3 عناصر لازم كلكم تعرفوهم. عندنا العرب، وعندنا الموالي، وعندنا اهل الذمه. ال3 كانوا عايشين في المجتمع الاسلامي، طبعا بالاضافه للمراه. المراه ما هي مشتركه في كله. تمام. طيب ايه العرب؟ العرب دول اهل شبه الجزيره العربيه اصلا، اللي قامت عليهم الحضاره الاسلاميه. طب من الموالي؟ الموالي دول من دخلوا الاسلام دون العرب، يعني اللي دخلوا في الاسلام ومش عرب اصلا. طب مين اهل الذمه؟ زي الارض طبعا، زي البربر والارمن والفرس والاحباش والكلام ده كله. طيب امال مين اهل الذمه؟ اهل الذمه دول اللي دخلوا، اللي ما دخلوش الاسلام، يعني اللي كان دخلوا في حكم الدوله الاسلاميه بس ما اسلموش. دول كانوا اسمهم اهل الذمه. تمام. زي اليهود والمسيحيين وغيرهم. تمام. طيب حلو. كلهم عاشوا في المجتمع الاسلامي متماسكين، كل واحد له حقه وواجباته بيأديها في المجتمع، متماسك قوي جدا. وطبعا كان في مساواة، كان في حرية، وكان في عدل، وكان في التعامل ما بين الناس. بالنسبة للمجتمع انا عندي 4 طبقات. 4 طبقات موجودين معانا في المجتمع الاسلامي، موجودين عندك في الكتاب. هتلاقي الطبقة الاولانية الحكام. الحكام اللي هي الطبقة الحاكمة. طبعا الحكمة دول مين؟ اللي هم بيحكموا الدولة، اللي هو الوالي والخليفة وبتوع الشرطة وصاحب الشرطة وبتوع الدواوين، اللي بيحكموا الدولة في الطبقة العليا، اللي هي الطبقة الحاكمة. طيب الطبقة الثانية وهي طبقة خاصة. ليه طبقة خاصة؟ لأن فيها العلماء. وطبعا العلماء دول كانوا ذو مكانة خاصة. ليه؟ لأن العلماء في الدولة الإسلامية يعني كان لهم مكانة كبيرة جدا، كانوا يوقرون وكان لهم دور كبير، دور عظيم في الدولة الإسلامية. فالعلماء كان لهم دور كبير، عشان كده اتنهم في الطبقة الثانية واسمها الطبقة الخاصة، وكان بالإضافة للأدباء وكبار التجار. الطبقة الثالثة وهي الطبقة الوسطى، والطبقة الوسطى دي كان يرتبط بها ثراء المجتمع. خلي بالك النقطة دي مهمة، يرتبط بالطبقة الوسطى ثراء المجتمع. ليه؟ لأن الطبقة الوسطى دي كان فيها أصحاب اللي هم رؤساء الحرف وكبار الصناع والأرباب الصناعات وغيرها، يعني كانوا مرتبط تجار، يعني هتلاقي فيها الثروة الاجتماعية. هم دي اللي بيرتبط بها ثراء المجتمع، وكانت بتختلف من فترة للتانية. الطبقة الرابعة بقى والأخيرة اللي هي العامة، اللي هي عامة الناس. كان فيها بقى الزراع والصغار التجار وصغار الحرفيين، بقى العامة بتاعت الناس. ولكن في العصر العباسي اتضاف ليهم إلى اللي هم الشطار والعيارين والخدم. ليه؟ لأن دي طبقات كده اللي هم الحراميين وقطاع الطرق كان لهم دور في المجتمع في شوية حركات كده، مش عليكم، ولكن دول ظهروا كده في العصر العباسي، لازم تبقى عارف في العصر العباسي. تمام. دي كده طبقات المجتمع بس، وكلهم عاشوا في كان في الدولة الإسلامية في بوتقة واحدة، لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى. حتى احنا قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم كان من الصحابة بتوع موالي، يعني الرسول ما كانش بيفرق بين عرب وموالي، كان من صحابه موالي. يعني سلمان الفارسي اللي أشار على الرسول بحفر الخندق، ما هو من الموالي، من الفرس. بلال الحبشي ما هو من الموالي، ما هو بلال الحبشي من الحبشة، ولكن كان مؤذن النبي. كذلك أيضا عندك أمثلة كتير، يعني مثلا صهيب الرومي من الروم وغيره.
يبقى عندنا الموالي كان لهم زي العرب بالظبط، لا فرق بين عربي ولا اعجمين الا بالتقوى. اهل الذمه نفس الحكايه، يعني اهل الذمه والموالي كان منهم الجهابذه والعلماء والاطباء والادباء والشعراء، كان منهم الناس اللي قامت على اكتافها الدوله الاسلاميه، فما كانش في فرق بين اهل ذمه ولا موالي ولا عرب، لانهم كلهم شاركوا في الدوله الاسلاميه الا في الامور الدينيه دي لوحدها على جنب. تمام، يبقى ده بالنسبه للدوله الاسلاميه. نيجي بقى لاخر حاجه بقى خالص، دور المراه. قال لك المراه كان لها دور سياسي ودور عسكري ودور علمي، تمام، ودور اجتماعي. دور عسكري ودور سياسي. دور عسكري في ايه؟ اللي احنا قلنا المراه كانت بتحارب، تمام، كانت بتروح الجيوش زي غزوه الخندق او غزوه الاحزاب او غيرها، اللي هي الاحزاب اللي هي الخندق يعني، تمام، او غيرها. اي غزوه كانت بتخرج انها بتحارب، او مثلا بتشيل الميه، بتعالج الجرحى، انها بتشارك في الحروب. دور عسكري. ودور سياسي لانها شاركت في الامور السياسيه، زي مثلا في اسمها بيعه العقبه الثانيه زي ما خدناها في الترم الاولاني، ما هي بيعه الرسول صلى الله عليه وسلم 73 رجل وامرأتين. يبقى كان لها دور سياسي وكان لها دور عسكري. واحنا قلنا ان المرأة ما هي حكمت مصر، لا شجر الدر، تمام، وكان لها دور سياسي، ما كانت وصية على خلفاء في العصر العباسي، تمام، والأموي. يبقى برضو في حاجات كده ايه مهمة. كذلك ايضا لها دور اجتماعي، يعني انها كانت بتعمل زي خدمات اجتماعية للنساء اللي مش قادرين، غير القادرين، كانت بتقدم خدمات اجتماعية وبتساعدهم ماديا ومعنويا، وكانت بتقدم لهم خدمات زي ما شفت كده مثلا اللي هي الشركات الخيريه، كانوا بيقدموا لهم خدمات كده لنساء معينين او بعض الافراد المعينين الغير قادرين، كانوا بيعملوا لهم كده زي جمعيات، وكانوا بيقدموا لهم مساعدات بشكل دوري. تمام، يبقى المساعده للفقراء والمساكين وغير القادرين كان برضو النساء لهم دور كبير جدا. تمام، ده بالنسبه لدور المراه في الاسلام. نيجي بقى يا شباب للدرس الاخير بالنسبه لمنهج التاريخ، وهو بيتكلم عن الحياه العلميه وفنون العماره. طبعا الناس بتشتكي من الدرس ده، هو الدرس طويل شويه، ولكن طبعا معلوماته مش صعبه ولا حاجه، ولكن كلها معلومات عاديه جدا، فانا عايز الناس تاخد الموضوع ببساطه جدا. اول حاجه بالنسبه لدرس العلوم في الدوله الاسلاميه، انا طبعا ملخصها لكم على السبوره اهي، تمام، الفروع بتاعتها والنقط الرئيسيه. هي نوعين اتنين من العلوم، ولكن قبل ما نخش على النقطه دي انا عايز بس الناس تعرف ان الاسلام اهتم بالعلم، واول ايه نزلت في القران الكريم تدعو الى العلم، زي ما قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم اول آية نزلت عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق الانسان من علق، تمام. فالاسلام حث على العلم، الاسلام حث على العلم، تمام. يبقى دي نقطه من النقط الاساسيه، لان العلم طبعا اصلا هو اساس التقدم. وزي ما بنيجي ناخد في العصر الحديث ان العلم والتكنولوجيا زي ما خدنا في الجغرافيا هي اساس التقدم، تمام، وده اللي بيخلق الدول المتقدمه. طيب تعالوا نشوف ايه مظاهر اهتمام الدوله بالعلماء الاول، وبعدين نشوف المؤسسات العلميه، وبعدين نخش على العلوم. الدوله كانت بتهتم بالعلماء، الدوله الاسلاميه كده على مدار حياتها من الاول للاخر كده كان فيه اهتمام بالعلماء طبعا. ايه مظاهر الكلام ده؟ قال لك اول حاجه ان الدوله الاسلاميه سواء في اي فتره زمنيه كان بيقدموا للعلماء مرتبات خاصه بيهم علشان يوفروا لهم معيشه كريمه وحياه كريمه. تاني حاجة غير المرتبات والتعيينات اللي كانوا بيعينوهم في المؤسسات الحكومية والمصالح المختلفة والدواوين وغيره، كان بيتم الاستعانة بهم في الحكم. يعني كان يقول لك ايه، كان بيبقى مع الحاكم والخليفة بشكل مباشر للاستعانة بهم، زي معاوية بن ابي سفيان كده في الدولة الاموية وغيره من الخلفاء اللي استعانوا بالعلماء في بلاط الحكم او في بلاط الخليفة نفسه. غير كده كمان غير الاستعانة بهم في السلطة والحكم وكانوا من حاشية الملك وغيره، طبعا كان بيتم توفير لهم أماكن للراحة في الأماكن اللي بيقعدوا فيها، زي الإمام الشافعي والإمام مالك، لا حلقات العلم اللي كانت بتبقى موجودة مثلا في مصر أو في الشام أو في المدينة المنورة، طبعا بتبقى حلقات علم طويلة، فكانوا بيوفروا لهم من كل فترة للتانية أو من صلاة لصلاة أو من حلقة علم لحلقة علم أماكن للاستراحة، ومش للعلماء بس، لا ده كان بيوفر الكلام ده لكل طلبة العلم المغتربين اللي كانوا بيجوا من أماكن بعيدة. غير كده كمان هنلاقي إن فترة الترجمة اللي ما اتكلمنا عن موضوع الخليفة المأمون، إن الخلفاء شجعوا العلماء في موضوع الترجمة وشجعوهم في البحث العلمي، لدرجة إن الخليفة المأمون قال لك اللي هيترجم حاجة من الحضارات الأجنبية هوزنها له واديله حقها ذهب. يعني ايه؟ يعني وزنها ذهب، يعني ترجمت صفحة 2 10 20 ترجمت كتاب
هات الكتاب هنوزنه ونديك وزنه ذهب. الكلام ده في عهد الخليفه مين؟ المأمون. عشان كده يقول لك ايه، وصلت الدوله الاسلاميه الى ذروتها في الترجمه في عهد الخليفه المأمون. طب الخليفه المأمون ده انا اسال نفسي في العصر العباسي الاول ولا في العصر العباسي الثاني؟ لا، الخليفه المأمون في العصر العباسي الاول، لانه ابن هارون الرشيد في الفتره الاولانيه. ولو الناس مش فاهمه ايه العصر العباسي الاول والعصر العباسي الثاني، العصر العباسي الاول بيبدا من 132 هجريا لحد 232 هجريا، يعني هم 100 سنه بالظبط زي ما خدنا في الترم الاولاني. ومن 232 هجريا ل 656 هجريا ده العصر العباسي الثاني. فانت بقى ظبط حالك بقى، تمام؟ يعني يجي لك حاجه حاول تصنفها على قد ما تقدر بالتاريخين اللي انا قلتهم لك دول. طيب ده كده بالنسبه للمؤسسات العلميه، او ده بالنسبه لاهتمام الدوله بالعلم والعلماء. اسف يا جماعه بس الواحد صوته تعبان شويه، تمام؟ شويه برد بس مش اكتر. طيب تاني حاجه نيجي نشوف ايه المؤسسات العلميه. انا عندي مساجد وعندي كتاتيب وعندي مدارس وعندي مكتبات. يبقى المؤسسات العلميه كام نوع؟ عندي 4. يبقى عندي مساجد، عندي كتاتيب، عندي مدارس، وعندي اخر حاجه مكتبات. طب تعالوا كده على المساجد. المسجد ده رقم 1 وده اول مؤسسه علميه تظهر اصلا. طيب يبقى اقدم المؤسسات العلميه على الاطلاق المسجد، تمام؟ طيب هو كان بيدرس فيه ايه؟ قال لك بيدرس فيه العلوم الدينيه. يعني كان له جانب علمي ولكن كان علوم دينيه زي التفسير والحديث والفقه وغيره. يبقى المسجد كان له اهميه في العلوم، نقط العلوم الدينيه في صدر الاسلام. طيب بعد كده بدأ الأمر يتطور، بدأ يظهر فيه كتاتيب، والكتاتيب أصلا ملحقة بالمسجد، يعني وجودها من وجود المسجد بشكل مباشر. ليه؟ لأنها ملحقة بالمساجد بعض الأحيان أو بتبقى منفصلة عنه. ولكن اللي يهمني إن الكتاتيب قديمة جدا وكانت يعلم فيها القراءة والكتابة، مبادئ الحساب اللي هي الحاجات الأساسيات، تمام؟ الإملة اللي هي الأساسيات بتاعت اللغة العربية والدين الإسلامي. يعني بيحفظوا قرآن، يعني زي ما نقول دلوقتي بقى عندنا دلوقتي كده يقول لك المدارس الابتدائية، يعني تحل حاليا محل المدارس نقط الابتدائية. يبقى لما يجي لك السؤال يقول لك المدارس الابتدائية حاليا كانت تصنف أو أدائها يماثل أداء أو مهمتها تماثل مهمة نقط من المؤسسات العلمية في الدولة الإسلامية، يبقى الكتاتيب. طيب تالت حاجة المدارس. المدارس دي ظهرت امتى يا جدعان؟ قال لك المدارس دي ظهرت في القرن الرابع الهجري وازدهرت بشكل كبير في القرن الخامس الهجري. طيب يبقى كده في العصر الايه؟ العباسي الاول ولا في العصر العباسي الثاني ولا في الاموي؟ لا، ده كده في العصر العباسي، ومش الاول كمان، لا ده في الثاني. القرن الرابع ده في الثاني والقرن الخامس في الثاني، تمام؟ يبقى ازدهرت وظهرت المدارس في القرن او في الرابع وازدهرت في الخامس، يعني في العصر العباسي الثاني. طيب دي نقطة. أنا ممكن برضو يقول لي المدارس دي يا جماعة تشبه حاليا إيه؟ تشبه الجامعات. وخلي بالك من النقطة دي واكتبها. ممكن تجي لك يقول لك المدارس تشبه حاليا الجامعات. ليه؟ لأنه كان يدرس فيها جميع أنواع العلوم المختلفة، الطب والفلك والهندسة والرياضة وكله، بالإضافة طبعا لأي علوم موجودة عقلية نقلية كله. يبقى كان يدرس فيها جميع انواع العلوم، لذلك تشبه حاليا بالجامعات، تمام؟ لان تخصصاتها كانت متشعبه. ولما هتيجي تبص كده على انواع المدارس هتلاقي ان المدارس نوعين. المدارس مدارس اهليه ومدارس حكوميه، اللي هي المدارس تبع الدوله، ومدارس اهليه. في ناس مش فاهمه يعني ايه مدارس اهليه. المدارس الاهليه دي اللي هي المدارس الخاصه حاليا، يعني واحد معاه فلوس، امير مثلا من الامراء او اي واحد من التجار الكبار او من الاثرياء، عمل مدرسه ثواب وقف ليه، تمام؟ عشان يعلم فيها الناس، يبقى دي خاصه بيه هو. فهنا دي اسمها مدارس اهليه، يبقى ده مجهود اهلي من الناس، تمام؟ طيب كمان المدارس زي المدرسه مثلا المستنصريه والمدرسه النظاميه، يبقى دي كلها كده مدارس نشأت سواء بقى كانت حكوميه او اهليه. يبقى انا عندي كام نوع من المدارس؟ هم نوعين اتنين، فتخلي بالكم من النوعين، يبقى المدارس نوعين اتنين. طيب تعالى كده نسيب بقى المدارس ونخش على اخر نوع بقى خالص، المكتبات. ولما بتكلم على المكتبات يبقى انا بتكلم على اكتر مؤسسه متنوعه. يعني ايه متنوعه؟ يعني المكتبات 4 انواع. انا عندي مكتبات عامه ومكتبات خاصه ومكتبات ملحقه بالمساجد ومكتبات ملحقه بالمدارس. يبقى انا لما يجي يسالك سؤال في الامتحان ويجي يقول لك اكثر المؤسسات الاسلاميه التعليميه تنوعا،
اوعك تقول لي المدارس عشان تقول لي ده المدارس فيها علوم وطب ومش عارف ايه ففي تنوع، لا هو ما قصدوش على كده، هو قصده المؤسسه التعليميه لها انواع كتير. فعندك هي المكتبات، ليه؟ لان انا عندي 4 انواع. المدارس نوعين زي ما انا لسه قايل. عندك مكتبات خاصه. يعني ايه مكتبات خاصه؟ دي مكتبه خاصه يعني بواحد من الاثرياء وعمل مكتبه، تمام، خاصه في البيت بتاعه. تمام، واحد امير من الامراء عنده في البيت مكتبه زي اي حد دلوقتي عنده مكتبه في البيت بتاعه، يبقى مكتبات خاصه. تاني حاجه في مكتبات عامه. يعني ايه مكتبات عامه؟ دي بتاعت الدوله، مكتبات عامه في الدوله. طيب عندي ايه تاني؟ زي مكتبه طبعا دار الحكمه ودار العلم اللي هي بيت الحكمه في بغداد، الخليفه الحاكم بامر الله في الدوله الفاطميه كان عملها. والدوله الفاطميه كانت انشات دار العلم في مصر. يبقى انا دي مكتبات عامه. عندي بعد كده كمان في مكتبات، قلنا مكتبات عامة وخاصة، وقلنا كمان في مكتبات ملحقة بالمساجد ومكتبات ملحقة بالمدارس. يعني في المسجد بتلاقي زي ما دلوقتي كده موجود حاليا في مسجد في مكتبة، تمام، وفي مدارس بها مكاتب زي دلوقتي بالظبط. يبقى هنا عندي مدارس ملحق بيها مكتبات، ومساجد ملحق بها مكتبات، وعندي مكتبات عامة ومكتبات خاصة. يبقى كده اتكلمنا على المؤسسات التعليمية في الدولة الإسلامية اللي هم 4 مؤسسات: المسجد، الكتاتيب، المدارس، والمكتبات. ونقطة ملحوظة كده سريعة قبل ما نخلص النقطة دي ونخش بقى على العلوم. عندي نقطة مهمة اللي هي ايه؟ ان سبب ظهور المدارس اصلا هو ازدحام المساجد بالطلاب العلم. يعني عندي المساجد كانت في الوقت ده خلاص مفيش مكان ان الناس تقعد فيه. حلقات العلم المساجد كانت بتكتظ وتزدحم بشكل كبير جدا، تمام. وساعات يجي يسألك على عامل سلبي، يبقى العامل سلبي هو ازدحام وتكدس الطلاب في المساجد، وده ادى الى عامل ايجابي اللي هو ظهور المدارس بقى بالعلوم المختلفه. فخلي بالكم من نقطه زي دي. نيجي بعد كده يا شباب للعلوم في الدوله الاسلاميه. انا طبعا زي ما انا قلت لكم اقسمها لكم العلوم الاسلاميه هما نوعين 2 من العلوم. يعني انت بس عشان ما تلخبطش نفسك انا حطيت لك العناوين، فعشان ما تلخبطش نفسك انا عايزك تركز. انا عندي هما نوعين 2 بس، يعني شفت العلوم دي كلها هما نوعين. انا عايزك تحفظ النقط الرئيسيه كده وتحطها في دماغك عشان تعرف تصنف. انا عندي علوم عقليه ونقليه. يعني مثلا اول حاجه يا شباب انا عندي علوم نقليه اهي، نقليه، وعندي علوم عقليه. يبقى انا كده عندي في الدرس اصلا كام علم من العلوم؟ هما 2: علوم نقليه بتتنقل، وعلوم عقليه بقى العقل قايم على التجربه والبحث، تمام. طيب تعالوا كده نشوف العلوم النقليه الاول اللي بتتنقل. عندي تنقسم ل3 انواع. يعني شوف برضو انا عايزك تبص معايا، ادي نوع تنقسم لعلوم دينيه وعلوم انسانيه واجتماعيه وعلوم لغه. يبقى العلوم النقليه كام نوع اهو؟ دينيه، انسانيه واجتماعيه، لغه. سهله خالص اهي. طيب قسم بقى واحده واحده كده. اول حاجه العلوم الدينيه. العلوم الدينيه ايه اهو؟ تفسير وقرآن، حديث، قراءات، فقه. يبقى العلوم الدينيه كام نوع؟ 4. ركز معايا: تفسير، حديث، قراءات، فقه. ال4 بسموهم علوم دينيه، والعلوم الدينيه تبع العلوم النقليه. خلاص ادي اول نوع بقى من العلوم. طب تعالى واحده واحده كده. علم التفسير، طبعا احنا عارفين تفسير القرآن، تفسير ايات ومعاني القرآن الكريم، وده زي تفسير القرطبي وابن كثير والطبري، وفي تفسيرات كتيره، والهدف منها ان احنا نعرف معاني القرآن الكريم واياته، بس كده. هو ده تفسير القرآن الكريم. طيب الحديث، طبعا عارفين عن علم الحديث. علم الحديث اللي ظهر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بقرنين. يعني العلم الحديث بدأ يظهر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بقرنين، يعني في القرن الثاني الهجري. يعني الحديث اتكتب بعد الرسول على طول؟ لا، هو اتكتب بعد وفاة الرسول بقرنين، يعني في القرن الثاني الهجري، لانهم نقلوا ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير، وبدا يلموه ويصححوا ويشيلوا الخطا، ويظهر عندي بقى كتب صحيح بخاري وصحيح مسلم. طبعا ليه؟ عشان يعرف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وسنه الرسول، تمام. يبقى ده تاني نوع اللي هو الايه؟ الحديث. يبقى عندي علم الحديث وعلم التفسير. عندك علم القراءات رقم 3. علم القراءات ده اللي هي القراءات بتاعت القرآن المتنوعة. فالنقطة دي مهمة جدا، أنا عايزك تتك عليه وتعلم عليها. مهمة
القراءات بالذات. ليه؟ لأن ظهور علم القراءات ده ناتج عن دخول ناس كتير في الإسلام غير عرب، أو ناتج عن اتساع الدولة الإسلامية، أو ناتج عن كثرة الفتوحات الإسلامية، زيه زي علم النحو بالظبط اللي هناخده دلوقتي. يبقى سبب ظهور علم القراءات إن اختلفت اللهجة بتاعة القراءة بسبب إن في ناس كتير غير عرب دخلوا الإسلام. تمام، ناس كتير غير عرب دخلوا الإسلام، فاللغة اتغيرت، فمهما يتعلم عربي برضه لهجته متغيرة، فبدأ يظهر علم القراءات. بسبب ايه؟ اتساع الدولة الإسلامية، كثرة الفتوحات الإسلامية. تمام؟ طيب علم الفقه رقم 4 والأخير. طبعا علم الفقه ده من العلوم المهمة جدا اللي احنا قلنا كان يمثل حلا لمشكلات كتيرة. ليه؟ لأنه ظهر عشان يحل لك مشكلات بتقابلك اجتماعية، مواريث مش مواريث، المهم مشاكل في المجتمع بتاعك، هو الفقه بيقدم لك لها حلول. وطبعا الحلول دي مش بالمزاج كده، لا، دي حلول بناء على القرآن والسنة. يبقى علم الفقه هي الفتاوى. لما تيجي مثلا انا عايز استفتي فلان لحاجه في حاجه معينه، هو بيفتي بمزاجه ولا في اسس بيفتي عليها؟ في اسس، اللي هي ايه يا شباب؟ انا عندي 4 حاجات. كتاب ورد فيها نص في الكتاب اللي هو القرآن الكريم، خلاص ما فيش كلام بقى، لو ورد فيها نص مباشر انتهت موضوع كده، الفتوى موجوده. ما فيش بقى في سنه للنبي صلى الله عليه وسلم، انا بفتي بالكتاب والسنه، او علم الفقه قائم على الكتاب والسنه. طب لو حاجه مش وارده مثلا، قال لك انا عندي بقى هنا علم القياس وعلم الاجتهاد. القياس ان انا بقيس طبعا بقضيه قبل كده مماثله ليها، والاجتهاد ان انا بجتهد. تمام؟ طيب ده كان ده لو ما فيش بقى نص وارد خالص وقضيه وارده في العصر الحديث والدنيا كده يعني. ولكن طبعا الاسلام ما سابش حاجه الا واتكلم فيها، سواء في القران او في سنه الرسول صلى الله عليه وسلم. طب يبقى ده كده 4 علوم كلها علوم دينيه، وقلنا العلوم الدينيه دي علوم نقليه. خلاص يا جماعه؟ طب تعالوا كده بقى على العلوم الانسانيه والاجتماعيه. ها، العلوم الانسانيه والاجتماعيه، انا عايز الناس بقى تركز بقى معايا. انا عندي فلسفه وتاريخ وجغرافيا واجتماع. واحده واحده كده يا شباب. فلسفه، قلنا الفلسفه المسلمين الفوها، احنا اللي عملناها، يعني زي علم الحديث كده والفقه بتوعنا. هو في حضاره تانية عندها حديث وفقه؟ لا طبعا، ولا تفسير قران. العلوم دي بتاعتنا احنا اللي فوق دي، اما الفلسفه لا، دي بقى مش بتاعتنا. يبقى العلوم الدينيه دي بتاعتنا، الفلسفه مش بتاعتنا. امال بتاعت مين؟ قال لك دي بتاعت اليونانيين. تمام، بتوع اوروبا خدوا الفلسفه، طبعا هم اللي الفوا الفلسفه، احنا خدناها طورناها. يبقى زي الظاهر عندي علم التصوف وعلم الكلام، علوم اسلاميه. تمام، طالعه من علم الفلسفه. تمام، يبقى عندك علم الفلسفه علم اخذوا المسلمين عن اوروبا او اليونانيين وقاموا بتطويره، وظهر طبعا انجازات للمسلمين زي ابن رشد وغيره والفارابي وغيره. طيب علم التاريخ. علم التاريخ ده عندنا احنا كمسلمين قلنا بدأ يتكتب من القرن الثاني الهجري. يعني ايه؟ يعني انبثق من علم الحديث. يعني المسلمين كانوا بيسجلوا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بالاحاديث بتاعته، فظهر هنا انبثق بقى علم جديد، علم التاريخ، بس ده مختص طبعا بالدولة الإسلامية. فظهر بدأوا يكتبوا في تاريخ الدولة الإسلامية، والكلام ده من امتى؟ من القرن الثاني الهجري، وزي تاريخ الطبري وابن كثير والكامل لابن الأثير وغيره. تمام؟ طيب يبقى ده بالنسبة لعلم التاريخ. طب بالنسبة لعلم الجغرافيا، قال لك الجغرافيا دي يا شباب قايمة بقى على التجارة والترحال. يعني ايه التجارة والترحال؟ اللي بيتاجر بيسافر. ولو كنتوا فاكرين كده في السنة اللي فاتت في الجغرافيا قلنا ان الجغرافيا هي علم وصف الأرض، فكان بيوصف المكان اللي يشوفه بعينيه الرحالة أو التاجر، وهو بيتاجر في البلاد المختلفة وينتشر من قارة للتانية، بيرسم الجبال والبحار والسهول والأودية ويرسم. فظهر هنا عندي علم الجغرافيا، ومن أشهرهم الإدريسي، أشهر يعني جغرافي في العالم. تمام؟ طيب علم الاجتماع ده بقى احنا اللي اخترعناه، ابن خلدون، عبد الرحمن ابن خلدون، صاحب مقدمة علم الاجتماع، مؤسس علم الاجتماع. وعلم الاجتماع ده منبثق من المجتمع الإسلامي وفكر إسلامي أصله. تمام؟ يبقى ده علم الاجتماع. سهل جدا، معلومات سهلة وبسيطة، أنا مش عايز الناس يعني إيه تتعقد ولا حاجة. في كم معلومة كده كتيرة في العلوم اللي جاية، ولكن الدنيا سهلة وبسيطة، يعني تكرار مرة والتانية والتالتة هتلاقي نفسك حفظتهم. تمام؟ طيب يبقى ده بالنسبة للعلوم الإنسانية والاجتماعية. طب علوم اللغة، نحو، عروض، أدب عربي. نحو، عروض، أدب عربي، دي علوم لغة. طيب يبقى لما أجي أبص كده لعلوم اللغة، هات لي النحو وبعدين العروض وبعدين الأدب العربي. النحو يا شباب، طبعا احنا كلنا عارفين النحو ده ظهر ليه؟ نفس القصة بتاعت قلنا القراءات، لما أنا قلت لك القراءات بسبب دخول ناس غير عرب في الإسلام فاللهجة متغيرة، كذلك النحو في حاجة اسمها لحن دخل في القول والكلام، فلازم نصحح الكلام ده.
فهنا بدأ يظهر عندي علم النحو زي سيبويه وابي الأسود الدؤلي، أشهر العلماء النحو في التاريخ الإسلامي. أبي الأسود الدؤلي وتلميذه سيبويه. طبعا قلنا ظهر لعلم النحو تاني أفكرك، قلنا بسبب إيه؟ دخول ناس غير عرب في الإسلام، بسبب دخول اللحن في الكلام، بسبب بمعنى تاني برضو نفس القصة اتساع الدولة الإسلامية وكثرة الفتوحات الإسلامية اللي هي دخلت الكلام ده أصلا. تمام؟ يبقى زيه زي علم القراءات، والاثنين مرتبطين متشابهين من ناحية السبب، سبب النشأة. يبقى لما يجي يقول لك ايه عامل الربط ما بين علم النحو وعلم القراءات، هو عامل النشأة اللي هو سبب نشأته، اللي هو بيوحد القراءات ويظبط اللغة. طيب عندي علم العروض، علم العروض ده مرتبط ببحور الشعر بقى زي الفراهيدي كده. تمام؟ لما قسم الشعر ل 16 بحر من بحور الشعر، والاوزان بتاعت الشعر والقفايا بتاعت الشعر والكلام ده كله. تمام؟ يبقى ده مرتبط بالشعر. الادب العربي، الادب العربي ده بقى الادب ده علم من قبل ظهور الاسلام. وفاكرين طبعا في اسواق العرب يقول لك الخطابه والشعر والنثر والتنافس الشعري والادبي، اهو ده لما كنا بنقول اسواق العرب قبل الاسلام هو الادب العربي. يبقى الادب العربي من اقدم العلوم. يبقى لما يقول لك اقدم العلوم في علم اللغه، علم العروض ولا علم النحو ولا علم الادب؟ لا، علم الادب طبعا. ليه؟ لانه من قبل ظهور الاسلام وهو موجود، ولكن المسلمين طبعا خدوه وطوروا ايه فيه، وبدا يظهر بشكل جديد. وعندك علماء زي الفرزدق في الشعر والجاحظ في الناثر. تمام؟ دول طبعا من اشهر علماء الايه العرب. تمام؟ يبقى ده بالنسبه لعلوم اللغه. بس كده يبقى احنا خلصنا الجزء الاولاني اللي هي العلوم النقليه. العلوم النقليه اللي بتتنقل. تمام؟ دينيه، علوم انسانيه، علوم لغه. يعني احنا قسمناها 3، مش انا اللي مقسمها طبعا، هي في الكتاب كده، ولكن الكتاب يعني عاكك الدنيا في بعضها. فانا قلت حد يصورها من الشاشه تبقى سهله بالنسبه لك شويه. يبقى دينيه، علوم انسانيه، اجتماعيه، علوم لغه. دينيه تفسير، حديث، قراءات، فقه. علوم انسانيه فلسفه، تاريخ، جغرافيا، اجتماع. علوم لغه نحو، عروض، ادب عربي. تعالوا بينا بقى للعلوم الثانيه وهي العلوم العقليه اللي هي قائمه على البحث والتجربه. تمام؟ والتطبيق بقى والتجربه والكلام الحلو ده. عندك علم الطب والصيدله، وبعدين علوم طبيعيه، كيمياء، فيزياء، جيولوجيا. وعندك علوم فلك طبعا، وعندك علوم رياضيات. طبعا الفلك لوحده اصلا علم لوحده، وعندك الرياضيات برضه علم لوحده، ولكن الرياضيات بنتكلم عن جبر وهندسه. وبعدين عندك علم الميكانيكا بقى لوحده اللي هو اسمه علم الحيل النافعه. واحده واحده كده يا شباب نتكلم على علم الطب الاول. بالنسبه للطب والصيدله الاثنين مرتبطين ببعض، طب وصيدله مرتبطين ببعض. ليه؟ لان الطب طبعا مرتبط بالادويه، والطب عند العرب زمان طبعا المسلمين عرفوا حاجات كتيره جدا في الطب. وطبعا هل هو اختراع عربي يعني؟ لا، المسلمين خدوه وطوروه. يبقى علم الطب احنا اللي عملناه؟ لا، احنا طورناه من العلوم المقتبسه، من العلوم اللي احنا خدناها من الحضارات، وبدانا نطور فيها وننتج فيها ونعمل فيها حاجات كتيره جدا. ونلاقي ان المسلمين بداوا يتقدموا في تقدم كبير، يعني لدرجه ان المسلمين عرفوا طبعا العمليات الجراحيه، العمليات القيصريه للولاده، عالجوا الشلل، عملوا عمليات للعيون لازاله الميه البيضاء والزرقاء. تمام؟ فهتلاقي ان المسلمين لهم انجازات كبيره في علم الطب. وعندك ابن سينا من اشهر الاطباء، وابو بكر الرازي، وابن النفيس. فعندك علماء مهمين جدا مسلمين في علم الطب. حتى اول مستشفى انشئت في العالم الاسلامي كانت في عهد الدوله الامويه على يد مين؟ الوليد ابن عبد الملك ابن مروان. يبقى لما يجي يقول لك اول بيمارستان، طبعا ما كانش اسمها مستشفى، كان اسمها بيمارستان. يبقى لما يقول لك اول بيمارستان انشئ في الدوله الاسلاميه كان في عهد الدوله نقط، يبقى الدوله الامويه. ليه؟ لان الوليد ابن عبد الملك هو اللي انشاه. تمام؟ يبقى في علماء، في بيمارستان اتعمل، في انجازات موجوده زي ما قلت لكم، العمليات الجراحيه والعيون والولاده القيصريه والشلل ومعالجته. والصيدله كمان ارتبطت بها بقى زي ابن البيطار، طبعا من اشهر علماء الصيدله، وكتبه الشهيره اللي هو جمع المفردات الادويه من اشهر الكتب في علم الطب. تمام؟ يبقى دي كده من النقط المهمه في علم الطب وعلم الصيدله، يعني الاثنين مربوطين ببعض، ادويه وطب. طب بعد كده انا عندي بقى علوم طبيعيه. العلوم الطبيعيه ده هي 3 انواع: كيمياء، فيزياء وبصريات، وجيولوجيا. تعالى في الكيمياء الاول. قال لك الكيمياء دي انا عندك جابر ابن حيان، ده اشهر كيميائي اسلامي.
ويعتبر طبعا هو في علم الكيمياء كان موجود، ولكن بحاجات بسيطة. يعني بتقول ايه، اسهاماته ضئيلة جدا في العالم، ولكن المؤسس الحقيقي لعلم الكيمياء في العالم كان هو جابر بن حيان. هو اللي اضاف له التجربة والبحث، وهو اللي اضاف له حاجات كتيرة جدا طورته وخلته علم كبير. هو جابر ابن حيان، ويلقب بابو الكيمياء. هنا يقول لك عرف المسلمين النشادر والكحول، وعرفوا تنقية المعادن. تنقية المعادن برضو نوع من انواع الكيمياء، وصنعوا الورق. كذلك ايضا صنعوا الزجاج. والزجاج لما احنا جينا خدنا الزجاج، لو تفتكر برضو عشان بس نربط الدنيا، هتلاقي الزجاج خدناه لو تفتكرهم في الصناعات، من الصناعات الكيماوية. من الصناعات الكيماوية يبقى صناعة الزجاج، صناعة الورق، عرفوا النشادر، تمام، والكحول ومستحضرات المعدنية. ومن اشهر علماء جابر بن حيان. بس كده، يبقى ده علم الكيمياء. طيب بالنسبة بقى اللي عندك علم الفيزياء والبصريات. طبعا لما بتكلم على علم الفيزياء، يبقى العلم ده مش بتاعنا، يعني علم احنا خدناه طورناه، ولكن علم البصريات احنا اللي اسسناه. تمام. يبقى عندك علم الكيمياء احنا اللي اسسناه، طب الفيزياء لا احنا خدناه وطورناه، ولكن علم البصريات ده جزء من الاسهامات المسلمين فيه ضخم جدا. فعندك مثلا هنا بيقول لك المسلمين ترجموا اسهامات ارسطو وارشميدس في الطبيعه. بالنسبه لعلم الفيزياء ترجمنا اسهامات مين؟ ارسطو وارشميدس. وقلنا طبعا ارسطو له في الفلسفه وله في علم الطبيعه، هو كوكتيل ارسطو ده. تمام. عندك الحسن ابن الهيثم بقى، ده اللي مؤسس علم البصريات. الحسن ابن الهيثم هو مؤسس، طبعا كنا عارفين علم البصريات الحسن ابن الهيثم. وعندك شخصيه كمان ابو يوسف الكندي اللي كتب في علم البصريات وله اسهامات كبيره جدا. حتى العلماء نيوتن نفسه استعان يعني الاسس اللي قام عليها علمه وقوانين الحركة الثلاثية والجاذبية الأرضية اللي خدها بعد كده قايمة على أسس وإسهامات إسلامية أصلا. يبقى هنا نتيجة للتواصل الحضاري وإسهامات المسلمين في علم الفيزياء وعلم البصريات، الإسهامات الضخمة بتاع العلماء المسلمين، كانت القاعدة اللي على أساسها أسس نيوتن القوانين بتاعته بتاعت الحركة الثلاثية والجاذبية الأرضية. تمام. فدي نقط من النقط المهمة. طب علم الجيولوجيا. علم الجيولوجيا يا شباب ده اخر حاجه بقى في العلوم الطبيعيه، ده مختص بالقشره الارضيه والارض وحركه الارض وطبقات الارض. طبعا المسلمين عرفوا الكلام ده، عرفوا الكلام ده، وعرفوا الزلازل والبراكين وسبب حدوثها، وسبب حدوث الظواهر اللي موجوده فوق سطح الارض، رياح وامطار عرفوه ودرسوه. يبقى الجيولوجيا برضو من العلوم اللي كانت متطوره عند المسلمين. يبقى ده بالنسبه للعلوم الايه؟ الطبيعيه. يبقى العلوم الطبيعيه كيمياء، فيزياء وبصريات، جيولوجيا. طب تعالوا بقى علم الفلك وبعدين علم الرياضيات. علم الفلك، ايه انجازات المسلمين في علم الفلك يا شباب؟ اول حاجه قال لك في الفلك اهميته على الاطلاق، واللي بتيجي كتير في الامتحانات، انه مرتبط بالشعائر الدينيه. هتيجي تقول لي علم الفلك اللي هي الكواكب والنجوم والدنيا دي مرتبط بالشعائر الدينيه في ايه؟ اقول لك مرتبط بان انا بحدد بدايه الاشهر الهجريه، وانا مش بشوف الهلال في رمضان وفي شعبان وفي العيد بشوف الهلال ظهر ولا لسه. يبقى انا بحتاجه في تحديد صومي وصوم رمضان والعشر الاوائل من ذو الحجه والعيد الكبير والعيد الصغير والكلام ده كله، انا بحدده بالايه؟ بالفلك. يبقى مرتبط بالشعائر الدينيه ولا لا؟ مرتبط. كذلك لما باجي بصوم، ما انا المغرب بناء على توقيت معين بحدده بايه؟ ما بحدده فلكيا. تمام. يبقى الصيام والصوم والصلاه كل ده مرتبط بعلم الفلك. يبقى علم الفلك سبب ظهوره عند المسلمين واهتمام المسلمين به اهتمام كبير هو ارتباطه بالشعائر، نقط الشعائر الدينيه، نقطه من النقط المهمه جدا. بيبقى له اسهامات كبيره جدا بالنسبه للمسلمين وله اهميات كبيره جدا. طبعا المسلمين عملوا بلا المراصد الفلكيه زي المراصد اللي كانت موجوده على المقطم عندنا ايام الدوله الفاطميه. تمام. يبقى ده بالنسبه لعلم الفلك. نيجي بقى لعلم الرياضيات. انا عندي في علم الرياضيات اتنين، جبر وهندسه. الرياضيات اهي اتنين، جبر وهندسه. بالنسبه للجبر نفسه نفس الفلك اللي هو مرتبط بالدين الاسلامي. طب هتقول لي هو ازاي الجبر مرتبط بالدين الاسلامي؟ لانه مرتبط بالمواريث. يعني سبق المواريث دلوقتي، في مواريث، في حد مات وهنقسم التركه بتاعته، هنقسمها بناء على ايه؟ الام كذا والاب كذا والابن كذا ومش عارف ايه. هنقسم ازاي؟ ما هو بالجبر. تمام. يبقى ارتبط بالفقه الاسلامي علم نقط علم الجبر. يبقى انا كده عندي علمين اتنين مرتبطين بالدين الاسلامي، علمين اتنين، الفلك والجبر. ودول على فكره من النقط المهمه اللي لازم تحفظهم، الفلك والجبر. يبقى الجبر مرتبط بحل مشكلات نقط
افكر هتقول لي مشكلات دينيه؟ لا، هنا بقى هتبقى مشكلات اجتماعيه. ليه اجتماعيه؟ لان طبعا المواريث في المجتمع والاسره، لما نوزع المواريث كده احنا بنحل مشكله اجتماعيه مش مشكله دينيه. تمام؟ ولكن هو مرتبط بالدين، مرتبط بالفقه الاسلامي، وفي نفس الوقت بيحل مشكلات اجتماعيه. يبقى حاجتين اتنين في بعض، تخلي بالك من النقطه دي. تمام؟ طيب، عندك ابو كامل شجاع المصري وعمر الخيام من اشهر الفقهاء او من علماء قصد الايه الجبر. عندك بقى علم على فكره ابتكر المسلمين علم حساب المثلثات. المسلمين ابتكروا علم حساب المثلثات، احنا اللي ابتكرناه واخترعناه وطورناه وبقى من اشهر العلوم في العالم. طيب، عندك علم الهندسه اقليدس، خدنا مؤلفاته وترجمناها وطورنا فيها، والهندسه من العلوم المهمه جدا وللمسلمين ليهم فيها اسهامات كبيره. طبعا يعني مرتبطه بعلم الهندسه بالاغريق، يعني فلسفه هندسه اغريق، يعني هي معروفه يعني وانتوا حتى بتاخدوها في الفلسفه وانتوا ادبي. طيب بعد كده تعالوا بقى نتكلم على العلوم الميكانيكا. اخر علم معانا بقى يا شباب، والدنيا سهله جدا وبسيطه والدرس خلص. علم الميكانيكا، علم بيسموه كده علم الحياه النافعه. يعني ايه؟ علم بقى صناعه الالات والمعدات، الالات والمعدات اللي احنا بنقعد يعني نشتغل فيها دي. فهنا بيقول لك اخترع المسلمين الات مختلفه. فعندك مثلا ايه اسهامات المسلمين في علم الميكانيكا؟ قال لك صناعه المئات من الالات، زي صناعه الساعات المائيه، الساعه المائيه اللي بتتقلب دي، تمام؟ الساعه المائيه والرمليه. عندك كمان الات رفع المياه، وده مرتبط بالنشاط الزراعي. يبقى علم الميكانيكا له اهميه في الزراعه، خلي بالك عشان بس تربط الدنيا. علم الميكانيكا له اهميه في الزراعه. ايه اهميته في الزراعه؟ ان هو بيوفر لي ميه، بيستخدم في توفير الموارد، لان ليها الات اللي هي ضخ الميه اللي احنا اتكلمنا عنها في الصناعه، برضه مرتبطه بعلم الميكانيكا. تمام؟ عندي بعد كده تاثر، بس كده هي دي بس علم الميكانيكا. بعد كده تاثر العالم الغربي بعلم الميكانيكا بتاعنا. انت عندك الاسترلاب والساعات الرمليه والبوصله اللي هي الابر المغناطيسيه. المسلمين اخترعوا الحاجات دي كلها. الغرب خدها مننا واستعانوا بيها. حتى كوبلر طبعا ده عالم اجنبي استعان بالايج اللي هو يعتبر انجازات ابن سنان البتاني، اللي هو في علم الفلك، اللي هي قواعد رياضيه عدديه، ارقام عدديه كده وقواعد معينه زي جدول كده، اعتمد عليه في النظريات والانجازات العلميه بتاعته. تمام؟ فهنا برضو نلاقي ان هم اعتمدوا على العلوم، وده كله بيبين ايه؟ بيبين ان الحضاره الاسلاميه هي النواه للحضاره الاوروبيه. يعني حضاره اوروبا الحديثه بتاعت دلوقتي دي اصلا واخده الاسس والقواعد بتاعتها من الحضاره الاسلاميه. علماء كبار جدا خدوا من الحضاره، زي نيوتن لسه قايلين، وعلم الجاذبيه والنظريات بتاعته متاخده اصلا من اسس عربيه اسلاميه. كذلك كوبلر والقوانين الجاذبيه والقوانين بتاعته اللي هي حركه النجوم والكواكب اللي عملها في القرن ال16، تمام؟ برضه قايمه على اسس عربيه اسلاميه. فهنا هنلاقي انجازات المسلمين لهم انجازات كبيره جدا ساهمت في قيام الحضاره الاوروبيه. ده غير كتاب الجبر والمقابله بتاع الخوارزمي، تمام؟ من اشهر انجازات الخوارزمي كتاب الجبر والمقابله اللي لفترات قريبه بيدرس في الجامعات الاوروبيه. فدي كلها كده انجازات. ده بالنسبه كده للعلوم يا شباب. يبقى كده احنا قسمنا العلوم والدنيا سهله جدا وبسيطه كده. يعتبر فاضل لنا بس العماره في العالم الاسلامي. طبعا العماره يعني عماره سهله وهي صفحه ونص، ما فيهاش اي حاجه. يعني بتيجي كده تشوف العماره هتلاقي كان في منشات معماريه كتير، والمنشآت المعماريه دي اختلفت من مكان للتاني على حسب الظروف السياسيه والاقتصاديه والعسكريه، واختلفت حسب الثراء الاجتماعي اللي موجود في الدوله. فهنلاقي اختلفت انواع كتيره. فانت هتلاقي عندك اختلفت على حسب الغرض وعلى حسب سبب النشأة، يعني هو عملها ليه والطراز اصلا نوعه ايه. فتعالوا كده بقى نقسم واحده واحده كده زي ما موجود عندك في الكتاب. عندك اول حاجه على حيث الوظيفه او الغرض منها. المسلمين انشأوا حاجات كتيره. عندنا اول حاجه العماره الدينيه والعماره الحربيه والعماره العامه والعماره السكنيه. عندي عماره دينيه، شيء طبيعي لما اقول لك عماره دينيه تبقى عماره دينيه هي ايه؟ المساجد والزوايا. اصل المسجد هو عماره ولكن دينيه، والزوايا يعني ايه؟ الزوايا اللي هي الزوايا اللي هي المسجد الصغير اللي بقى تحت البيت او تحت العماره من تحت كده، او مسجد صغير كده في شارع ضيق في القرى الصغيره، تمام؟ اسمها زوايا. دي كده اسمها ايه؟ عماره دينيه. طب انا عندي برضو عماره حربيه.
العماره الحربيه اللي هي القلاع والحصون والمنشآت الحربيه. طب سهل، اظن الدنيا سهله يعني مش محتاجه مذاكره. العماره العامه، العماره العامه اللي هي المنشآت العامه اللي الناس كلها بتستعملها، زي الحمامات، زي اي منطقه عامه، تمام، زي الحمامات والفنادق والاسواق والاسبله وغيرها. عندك كمان العماره السكنيه، طبعا العماره السكنيه اللي الناس بتسكنها، اللي هي البيوت والقصور والحاجات دي، تمام. بس كده يبقى ده كده بنصنفها لاربع حاجات حسب الغرض منها او الوظيفه بتاعتها. طب بعد كده بيتم تصنيف بقى المنشآت المعماريه في العالم الاسلامي على حسب ايه الطراز. انا عندي كذا طراز، يعني مثلا انا عندي اول حاجه الطراز العربي البسيط. الطراز العربي البسيط ده بيظهر فين؟ بيظهر بقى في المنشآت اللي في صدر الاسلام، يعني زي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، مسجد النبوي في المدينه، مسجد عمرو بن العاص في مصر، اللي هي بدايه الاسلام. يقول لك طراز عربي بسيط منذ بدايه الاسلام في صدر الاسلام، يعني ايام الرسول والخلفاء الراشدين كانت الحياه بسيطه. نخش بقى بعد كده تلاقي الدنيا بدأ يبقى فيه فخامه، تمام. زي الطراز الثاني الطراز الايوبي. عندك قلعه صلاح الدين الايوبي في مصر، عندنا قلعتين اتنين في مصر على فكره. قلعه صلاح الدين الايوبي اتنين مش واحده، واحده في القاهره والثانيه في طابه، تمام. في قلعتين اتنين، ده طراز ايوبي. عندك كمان قلعه صلاح الدين في حلب، اللي هي صورتها عندك في الكتاب، في حلب في سوريا برضو. قلعه صلاح الدين قلعات تبع الدوله الايوبيه، ده دليل ان في سياسه خارجيه كده للدوله الايوبيه في الشام برضه بتاعت الدوله الايوبيه. عندك الطراز المملوكي، عندك بقى حاجات مملوكيه كتير في مصر. عندك خان الخليلي، عندك مسجد مدرسه السلطان حسن وبمارستان المنصوري اللي هو بتاع المنصور قلاوون، ووكاله الغوري بس، وقلعه قايتباي، بس قلعه قايتباي في الاسكندريه، اما كل اللي انا قلته ده في القاهره. دي كلها كده منشآت وطراز معماري مملوكي تبع دوله المماليك، يعني منطقه خان الخليلي، وكاله الغوري، مسجد السلطان حسن، الاماكن دي كلها كده تبع دوله المماليك. طب انا عندي اخر حاجه الطراز المراكشي والاندلسي. طبعا ده الموجود مراكشي اللي هي في المغرب، والاندلسي اللي هو في الاندلس اللي هو في اوروبا. طبعا اختلف بقى من مكان للتاني وعلى حسب النظام، يعني مثلا قصر غرناطه في الاندلس وجامع القرويين بمدينه فاس في المغرب، هم دول المثالين اللي عندك. فانت بس اعرف الامثله كده وخلاص واحفظها. طبعا العماره ما فيهاش حاجه يعني لفه ولا حاجه صعبه، هم الكلمتين دول كده وخلاص. طيب طبعا عندك شويه حاجات مش عليك في الامتحان، مش عليك اصلا في المنهج، ولازم نعرف هل العماره لها اثر في اوروبا، يعني اوروبا خدت مننا حاجه؟ احنا قلنا الحاكم بتاع بيزنطة بعت الناس بتوعه علشان يجوا يشوفوا القصور معموله ازاي عندنا في الدوله الاسلاميه في بغداد، وامرهم ان هم يعملوا له قصور بنفس الطراز بتاع الدوله العباسيه في القسطنطينيه نفسها جنب القصر بتاعه، تمام. فهنا هتلاقي تواصل، يعني كانوا بيشوفوا العماره بتاعتنا ويقلدوها، يعني زي العلوم خدوها مننا، خدوا كل حاجه حتى العماره، حتى الكنائس يا شباب كانوا بياخدوا مننا اللي هي المأذنه بتاعت المسجد، زي مسجد كده القيروان في تونس، كانوا بيعملوا نفس اعمده زيها بالظبط في الكنيسه، حتى اسقف الكنائس برضو نفس بالالوان، حتى كانوا بيكتبوها بايه؟ بكلمات وعبارات عربيه عادي، حتى كانت بلا دلالات اسلاميه وكانوا بيكتبوها عادي، المهم ان هو بينقلوا الحضاره، تمام. يبقى ده بالنسبه ملخص سريع كده، ده هو مش ملخص سريع، هو نص ساعه او يمكن اكتر في درس واحد، ولكن هو ده لازم يوصل. مش عارف انا الخص لك اكتر من كده علشان انا كده وصلت لك الدرس بشكل شبه كامل بنسبه 90%. يلا بالنسبه للسؤال الاولاني مع بعض كده ونفهم مع بعض. السؤال الاولاني بيقول لك تعرضت مصر للاخطار الصليبيه لاول مره في عهد نقط. طبعا هقول لك للاخطار الصليبيه، طبعا كلنا عارفين الحملات الصليبيه، هو بس بيقول لك اول مره مصر تعرضت ليها كان في عهد مين؟ كان في عهد الخليفه العاضد ولا المستنصر ولا الكامل ولا الملك العادل؟ طبعا السؤال ده ممكن يخدع بعض الناس، ولكن الاجابه في عهد الملك او الخليفه العاضد الفاطمي. ليه؟ لان احنا لما جينا خدنا في نهايه الدوله الفاطميه قلنا الخليفة الفاطمي العاضد حدثت في نهاية حكمه خلاف بين شاور وضرغام على الوزارة، صح؟ وقلنا ان شاور استعان بالصليبيين، استعان بنور الدين محمود، وضرغام استعان بالصليبيين، وهنا جت هجمات صليبية على مصر، وجت قوات نور الدين محمود ودخلوا مصر وحصلت حرب بين الاثنين في مصر، تمام. يبقى هنا الصليبيين تعرضت مصر ليهم لأول مرة في الفترة ده، دي أول مرة يجي الصليبيين على مصر في عهد الخليفة العاضد الفاطمي. بعد كده لما جت الدولة الأيوبية في الحملة الصليبية الخامسة والحملة الصليبية السبعة الاثنين برضو جم مصر، تمام. ولكن أول مرة يبقى هنا في عهد الخليفة العاضد الفاطمي، وعرفنا القصة بتاعت المشكلة بين شاور وضرغام.
تمام، يبقى الكلام ده كان في عهد الخليفه العاضد الفاطمي. السؤال الثاني، ركزت شروط صلح الاسكندريه بين المسلمين والروم على الجوانب نقط. طبعا تبص كده لصلح الاسكندريه هتلاقي شروط مرتبطه بالجوانب العسكريه والدينيه، ولا الاقتصاديه والسياسيه، ولا الدينيه والاجتماعيه، ولا السياسيه والدينيه؟ طبعا العسكريه والدينيه، لانه تم انهاء الاحتلال الروماني لمصر ورجعت الامور تاني وتسيطر المسلمين على مصر، فكده انتهاء احتلال عسكري. تمام، وان ان الروم لن يعيدوا فكرهم في السيطره على مصر الثاني عسكريا. يعني هنا من شروط الصلح ان الرومان مش هيفكروا يستعيدوا مصر مره ثانيه غير الهدنه اللي هي 11 شهر. تمام، ودينيه لانه تم تامينهم على ممتلكاتهم ولم يجبر احد على الدخول في الاسلام، وتامينهم على كنائسهم، ومن شروطه برضو عدم تعرض المسلمين للكنائس ودور العباده المسيحيه. تمام، يبقى هنا في شروط دينيه وعسكريه. طيب السؤال اللي بعده، شكلت مصر اهميه استراتيجيه لروما قبل الفتح الاسلامي بسبب ايه؟ هو بيقول لك قبل الفتح الاسلامي مصر كانت بالنسبه لروما ايه؟ كانت اهميه استراتيجيه بسبب ايه؟ غناها بالموارد الاقتصاديه ولا اهميتها الدينيه ولا موقعها كبوابه لافريقيا ولا سواحلها على البحر المتوسط؟ طبعا غناها بالموارد الاقتصاديه. مصر غنيه جدا بالموارد الاقتصاديه وكانت مصدر لقمح لروما، فمصر كانت ذات اهميه استراتيجيه جدا ومهمه بالنسبه لروما لان كانت مورد اقتصادي مهم جدا لروما. طبعا بالنسبه لتقول اهميتها الدينيه، لا ملهاش اهميه دينيه بالنسبه لروما. موقعها كبوابه افريقيه يعني هي موقع ولكن مش هو دي الاهميه، وبرضه سواحلها برضه مش هي دي الاهميه، ولكن غناها بالموارد الاقتصاديه خصوصا الزراعه كانت مهمه جدا لامدادها بالقمح، فكانت مخزون استراتيجي للقمح بالنسبه لروما. السؤال اللي بعده، استقل احمد بن طولون بمصر ولكنه حرص على التبعيه الاسميه للدوله العباسيه، وذلك بسبب ايه؟ يعني احمد بن طولون استقل بمصر ولكن يعني اتبع الدوله العباسيه، قال لك انا تبع الدوله العباسيه. طيب ليه يعني؟ هل هو بسبب ضعف القوى العسكريه ولا قرابته للخليفه ولا مكانته الخليفه الدينيه ولا كثره الاعداء والمنافسين؟ طبعا بسبب مكانه الخليفه الدينيه، لان الخليفه كان له مكانه دينيه ما ينفعش يعتدى عليها، ودي نقطه من النقط المهمه جدا. سواء احمد بن طولون او الاخشيد او اي حد استقل بمصر ولكن كان بيبقى تابع للدوله العباسيه بسبب مكانه الخليفه الدينيه. هتيجي تقول لي ما الدوله الفاطميه استقلت بمصر ولا استقلت بمصر ولكن دي كانت خلافه ثانيه. يعني الدوله العباسيه خلافه والدوله الفاطميه دي خلافه ثانيه، كانوا خلافتين منافسين لبعض، دي سنيه ودي شيعيه، فانقسم المسلمين وقتها الى سنه وشيعه. تمام؟ السؤال اللي بعده رقم 5، يرجع سبب قضاء المماليك على الخطرين الصليبي والمغولي الى نقط. ايه سبب قضاء المماليك على الخطرين الصليبي والمغولي؟ هل بيرجع الى مهارتهم العسكريه ولا تحالفاتهم السياسيه ولا استقرارهم السياسي ولا دعم الخلافه العباسيه ليهم؟ طبعا بسبب مهاراتهم العسكريه، لانهم كانوا ذو مهاره عسكريه وكانوا قاده كبار زي قطز وبيبرس وغيرهم. تمام، يبقى ده بيرجع لقوتهم العسكريه، مهاراتهم العسكريه، تخطيطهم او هكذا. السؤال اللي بعده، اختار الصليبيين من قبرص مركز بعد طردهم من عكا وذلك بسبب نقط. ليه الصليبيين اختاروا قبرص مركز ليهم بعد ما طردوا من عكا؟ احنا قلنا تم طردهم العك. طيب لما راحوا عك ليه اختاروا، قصدي لما طردوا من عكا وراحوا قبرص، ليه راحوا قبرص؟ قال لك لقربها من سواحل بلاد الشام، وخدوها مركز للهجوم على السواحل في الشام ومصر، وهجموا على مصر في عهد الاشرف بيرسبي. تمام؟ يبقى هنا قربها من سواحل الشام، قربها من سواحل الشام فاختاروا قبرص. طيب السؤال اللي بعده، اختلفت الدولة الطولونية عن الإخشيدية من حيث نقط. يعني هو بيقول لك الدولة الطولونية اختلفت عن الإخشيدية من حيث السيطرة على الشام ولا الاعتراف بالتبعية للدولة العباسية ولا الأصول العرقية للمؤسسين بتوعها ولا موقف الخلافة العباسية منها؟ طبعا هتبقى موقف الخلافة العباسية منها، هو متشابه في كل، متشابه في السيطرة على الشام والتبعية نفس التبعية والأصول العرقية، ولكن كان موقف الخلافة منها إنها حربتها. تمام؟ لا في عهد خماروي، أما الإخشيدية لا، فهنا موقف الخلافة بيختلف شوية منه. تمام؟ غير كده كمان إن الخماروية عمل صلح مع الخليفة ده له 30 سنة، برضه هنا موقفها منها مختلف شوية، ولكن كتبعية هما نفس التبعية. لا موقف الخلافة منها مختلف شوية. السؤال اللي بعده، اهتم الظاهر بيبرس بالبحريه واراد من ذلك نقط. طب لما جينا خدنا الظاهر بيبرس لما اهتم بالبحريه قلنا ليه؟ لو تفتكر كده في كتاب في دوله المماليك او في الاسطول، قلنا علشان يحاصر موانئ الشام ويمنع وصول الامدادات ليهم، موجوده كده في الكتاب بالنص. يبقى مواجهه سفن الحملات الصليبيه ولا حصار المدن الصليبيه؟ يبقى حصار المدن الصليبيه في الشام.
عشان يمنع وجود امدادات ليهم عن طريق البحر المتوسط. تمام. نيجي للسؤال اللي بعده. حرص الولاة الأتراك بالانفراد بمصر عن الخلافة العباسية، ويرجع سبب ذلك إلى نقط. ليه الولاة الأتراك حرصوا بالانفراد بمصر عن الخلافة العباسية؟ ده بسبب ثروتها الاقتصادية والقوات العسكرية ولا دورها الثقافي ولا مكانتها الدينية. طبعا معروفة ثروتها الاقتصادية، غناها الاقتصادي، مواردها الاقتصادية، قوتها الاقتصادية. تمام. يبقى الموارد الاقتصادية هي السبب ان كله كان طمعان في مصر. طبعا في اسباب تانية ولكن هي دي السبب الاساسي طبعا بالنسبة للاربع نقط اللي موجودين عندك. يعد العامل المشترك في ارسال الحملة الصليبية الثالثة والسابعة. الحملة الصليبية الثالثة والسابعة جم ليه؟ لو تفتكروا احنا وضحنا الكلام ده في الشرح وقلنا بسبب استرداد بيت المقدس. بسبب ارتداد بيت المقدس جت الثالثة وجت السابعة. افكرك بيهم. لما قلنا الحملة الصليبية الثالثة جت لما صلاح الدين الايوبي استرد بيت المقدس. بعد موقعة حطين استرد صلاح الدين بيت المقدس. بعد كده بعت الصليبيين حملة ثالثة. طب والسابعة لما استرد الخوارزميين بيت المقدس. اكتب النقطة اللي انا بقولها. تفسير للإجابة عشان تستفيد من السؤال، مش مجرد ان انا اعرف الإجابة، لا استفيد بمعلومات جانبية. تمام. يبقى الحملة الصليبية الثالثة لما صلاح الدين استرد بيت المقدس، والحملة الصليبية السابعة لما الخوارزميين استردوا بيت المقدس. تمام. يبقى ده بالنسبة للعامل المشترك بين الثالثة والسابعة. أصبح خمراوية حاكما للشام بصفة رسمية بعد نقط. تزوج ابنته من خليفة ولا تولية الحكم بعد أبيه ولا انتصاره على قوات الخلافة ولا طلب الصلح مع الخليفة. طبعا الكلام ده بعد طلب الصلح مع الخليفة. ليه؟ لأن الصلح اداله 30 سنة حكم مصر والشام رسمي، مش بعد انتصاره على قوات الخلافة، لا هو بعد الصلح. لأن بعد صلح الخليفة اداله حكم الشام ومصر رسمي لمدة 30 سنة هو وأولاده. يبقى ده اللي خلاه حكم الشام رسمي. طيب انتصر المسلمين على الصليبيين في معركة حطين بسبب ايه؟ وحدة الجبهة الإسلامية ولا السياسة العدائية لإرناط ولا تأخر وصول الإمدادات الصليبية ولا إمدادات الخلافة العباسية لصلاح الدين؟ طبعا بسبب وحدة الجبهة الإسلامية. هي دي السبب ان المسلمين وحدوا الجبهة بتاعتهم على يد صلاح الدين الأيوبي. واحنا قلنا دي كان الفكر المشترك بين صلاح الدين ونور الدين محمود وعماد الدين زنكي، وحدة الجبهة الإسلامية ضد الصليبيين. تمام؟ طب السؤال اللي بعده. أي من العوامل ساعد على التصدي للحملة الصليبية السابعة؟ ايه اللي ساعد على التصدي للحملة الصليبية السابعة؟ قوة صالح نجم الدين أيوب العسكرية؟ لا ده كان مات. طب حكمة شجر الدر؟ احنا قلنا أخفت خبر وفاته، فكده في حكمة في التصرف، في إدارة الأمور، في إدارة الأزمات. تمام؟ طيب أثارت معاهدة يافا جدلا واسعا بين المسلمين وذلك بسبب نقط. طبعا أنت لو ما انتش عارف إيه معاهدة يافا مش هتعرف توصل للإجابة، فلازم تكون مذاكر كويس. طبعا معاهدة يافا دي اللي الملك الكامل ادى للصليبيين بيت المقدس بيها بعد الحملة الصليبية السادسة، واداهم بيت المقدس. طب يبقى دي أثارت جدلا واسعا بسبب إيه؟ طبعا أظهرت عنف وقسوة المسلمين وأظهرت تخاذل الملك الكامل، لأنها أظهرت تخاذل الملك الكامل تجاه المقدسات الإسلامية لما تنازل عن بيت المقدس لمين؟ للصليبيين. تمام؟ في الحملة الصليبية السادسة. في الحملة الصليبية كام؟ السادسة. تمام. سؤال رقم 15. أظهر عمرو بن العاص للخليفة عمر بن الخطاب أثناء مؤتمر الجابية معلومات عن مصر توضح إيه؟ قوة ومناعة حصونها ولا ثرواتها ومكانتها الاقتصادية ولا مكانتها الدينية للبيزنطيين ولا قلة القوات البيزنطية فيها؟ لا طبعا هتبقى ثرواتها ومكانتها الاقتصادية، إنها أكثر البلاد مالا وأعجزها عن القتال. مش معناها إن عدد القوات الرومانية فيها قليل، لا ممكن يكونوا ضعفاء. يبقى ما ينفعش ان انا اخد ان عدد الجنود قليل، لا يبقى هي اكثر البلاد مالا فثروتها ومكانتها الاقتصاديه. انسحبت قوات عموري من مصر بسبب ايه؟ القوات عموري طبعا دي القوات اللي هي كانت دخلت مصر اثناء وجود قوات نور الدين محمود اللي هو اسد الدين شركو وصلاح الدين الايوبي، لما حدثت الازمه بين شاور ودرغام واستعان واحد بالصليبيين والتاني بنور الدين محمود اللي احنا لسه قايلينها من شويه. طيب انتصرت قوات نور الدين محمود وانهزمت الصليبيين فخرجوا، اللي هو عموري اللي انهزم من الصليبيين. طيب هنا بقى انسحبت ليه؟ هل هو المقاومة القوية للمصريين؟ لا مش المصريين. طب قوة ومهارة الخليفة العاضد؟ لا ده كان غلبان. مساندة المصريين للدولة الفاطمية؟ برضو لا. صمود قوات نور الدين محمود؟ تمام، لأن قوات نور الدين محمود هي اللي هزمت القوات الصليبية اللي هي قوات عموري. طيب أي من الحملات الصليبية الآتية أثارت نتائجها جدلا واسعا؟
اثارت نتائجها جدلا واسعا. طبعا الحمله الصليبيه السادسه. ليه؟ لان احنا قلنا الملك الكامل تنازل عن بيت المقدس للصليبيين في الحمله الصليبيه السادسه للملك المانيا فريدريك الثاني. ففي الحاله دي المسلمين كانوا رافضين الموضوع ده، فهنا اثارت جدلا واسعا الحمله الصليبيه السادسه بسبب تخاذل الملك الكامل وتنازله عن بيت المقدس في صلح يافا اللي احنا لسه قايلين عليه من شويه. السؤال اللي بعده، تولى محمد بن طاغ الإخشيد حكم مصر والشام بفضل نقط. طبعا تولى بفضل مهارته العسكريه، لان احنا قلنا صد هجمات الدوله الفاطميه، صح؟ غير كده كمان قام من طريق الحجاج في الشام. فهنا نقول مهارته العسكريه هي اللي مكنته ان ترتفع مكانته عند الخليفه، وبالتالي الخليفه يعينه واليا على مصر. السؤال اللي بعده، اي من السلاطين المماليك واجه خطر الصليبيين والمغول معا؟ يعني انا عايز مين اللي واجه خطر الصليبيين والمغول مع بعض؟ سيف الدين قطز؟ لا. طب الاشرف خليل بن قلاوون؟ برضه لا. عز الدين ايبك المنصور قلاوون؟ يعني احنا قلنا المنصور قلاوون حارب الاثنين، حارب الصليبيين وانتصر عليهم، وحارب بيض المغول وانتصر عليهم. السؤال اللي بعده، رحب الخليفه العباسي بالصلح مع خمرويه وذلك بسبب نقط. هل رغبته في الزواج من قطر يعني هو رحب بالصلح عشان عايز يتجوز بنته؟ لا طبعا. ادراكه لمدى قوه خمرويه؟ لانه عارف ان خمرويه هزموا. ما احنا قلنا قبلها ان خمرويه انتصر على الخليفه العباسي، وبعدين راح وطلب منه الصلح، فخلاص بقى انت انا مش قادر عليه وطلب منه الصلح، خلاص اعقد صلح. يبقى لادراكه قوه خمرويه انه مش هيقدر ينتصر على الخمرويه فرحب بالصلح. السؤال اللي بعده، تمتع محمد بن طاغ الإخشيد بمكانه كبيره لدى الخليفه العباسي. ليه محمد الإخشيد؟ طبعا لاسباب عسكريه لسه قايلها من شويه. ليه؟ لان هو انتصر على الهجمات الفاطميه وامن طرق الحجاج، يبقى راجل عسكري. ففي الحاله دي تم اختياره خليفه بناء على عوامل عسكريه. استفاد المسلمون اثناء فتحهم لمصر من نقط. لما المصريين فتحوا مصر استفادوا من ايه اثناء الفتح؟ هل كراهيه المصريين للروم، ولا رغبتهم الاجتماع بالمصريين، ولا خبرتهم في حصار المدن والحصون، ولا معرفتهم بجغرافيه مصر؟ طبعا هتبقى معرفتهم بجغرافيه مصر. ليه؟ لان احنا قلنا عمرو بن العاص استغل الصحراء في الطريق من الفرمه لبلبيس. ففي الحاله دي كده الراجل بيستغل خبرته، تمام، ومعرفته بجغرافيه مصر، عارف ان في هنا صحراء فاتخذها ظهير له وهو ماشي، تمام. يبقى معرفته بجغرافيه مصر، وده بيظهر فين؟ عشان ممكن يجي يسالك استغل المصريين جغرافيه مصر اثناء فتحها وظهر ذلك في الطريق من نقط لنقط، يبقى الطريق من الفرمه الى بلبيس، تمام. السؤال اللي بعده، كان فتح مصر يعني اضعاف قوه الروم وزياده قوه المسلمين من النواحي نقط. يعني زاد قوه المسلمين واضعف الروم من انهي ناحيه؟ الدينيه والعسكريه؟ لا دينيه لا. طب اقتصاديه وعسكريه، ولا ثقافيه وعسكريه، ولا سياسيه وعسكريه؟ طبعا اقتصاديه وعسكريه، لان احنا قلنا هي قوه كبيره، من ناحيه ثانيه قوه اقتصاديه، فهي اقتصاديه وعسكريه. نجح احمد بن طولون في كسب ثقه المصريين من خلال نقط. احمد بن طولون لما جمع المصريين واختارهم وبدا يسمع ارائهم عشان يوصل للمشكلات ويعرف يحلها، فهنا هتبقى نجح احمد بن طولون في كسب ثقه المصريين من خلال توسيع دولته، ولا سياسته الداخليه، ولا علاقاته الاجتماعيه، ولا توطيد حكمه في مصر. طبعا سياسته الداخليه دي بنسميها كده سياسته الداخليه، او شاركهم معاه على حسب الخيارات اللي جايه لك. فتبدا تفكر يعني انت وظف المعلومات اللي انت حفظتها او ذاكرتها او فهمتها في الخيارات الاربعه، وظفها، اسقطها على الاربع خيارات، شوف انهي اللي تمشي، انهي اللي تحمل نفس المعنى. السؤال اللي بعده، ارتبط العامل الحربي في فتح مصر بالعامل النقط، التاريخي ولا الجغرافي ولا الاقتصادي ولا الديني؟ طبعا العامل الجغرافي. ليه؟ لان احنا قلنا العامل الحربي اصلا، ارجع كده للكتاب العامل الحربي في فتح مصر، هيجي يقول لك ان مصر تقع بتامن الفتوحات في الشام من جهة الجنوب الغربي، وبتأمن المدينة من جهة الغرب. يبقى تأمين الفتوحات من جهة الغرب، يبقى هنا بسبب موقع جغرافي، يبقى بسبب العامل الجغرافي، تمام. السؤال اللي بعده، كان يحكم مصر قبل الفتح الإسلامي حاكم روماني يسيطر على شؤون الإدارة والمالية والقضاء. يدل ذلك على، احنا وضحناه قلنا ده يدل على عدم وجود مبدأ الفصل بين السلطات. ما كانش في مبدأ فصل بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية وهكذا. يبقى ده يدل على عدم وجود مبدأ الفصل بين السلطات. اعتمد احمد بن طولون في استقرار حكمه في مصر على نقط. يعني احمد بن طولون لما عمل على استقرار حكمه عمل على ايه؟ الزواج السياسي، ولا المشاركه الشعبيه، ولا العلاقات الاجتماعيه، ولا القوى العسكريه؟ طبعا المشاركه الشعبيه، زي ما احنا لسه قايلين شارك الشعب معاه وتقرب للمصريين واتخذهم من حاشيته. فهنا عمل مشاركه شعبيه، وده من العمل على ايه؟ استقرار حكمه، انه شارك الناس معاه، تمام.
السؤال اللي بعده، اصبحت حتميه فتح مصر في عهد الخليفه عمر بن الخطاب بسبب نقط. يعني اصبح فتح مصر شيء حتمي اساسي في عهد عمر بن الخطاب. ليه؟ ده كان سببه ايه؟ هل سبب سيطره المسلمين على الشام؟ هو بسبب سيطره المسلمين على الشام. لما احنا افتكروا كده في الشرح يا جماعه، للناس اللي ما سمعتش المراجعه بتاعت الوحده الاولانيه، قلت لك في عهد النبي او في عهد ابو بكر الصديق لما فكر المسلمين في فتح مصر. ليه؟ لان المسلمين ما كانوش فتحوا الشام اصلا، ما كانوش سيطروا على الشام. هو في عهد ابو بكر الصديق بدا في فتح الشام، ولكن ما كانش استكملها. لما استكملوا فتح الشام بقت مصر على الحدود خلاص، فما فيش مفر غير لازم ياخدوا مصر. يبقى اصبحت حتميه فتح مصر في عهد الخليفه عمر بن الخطاب. ليه؟ لان المسلمين سيطروا على الشام في الوقت ده. تمام؟ حدث انشقاق بين صفوف الروم بعد عقد اتفاق المقوقس مع عمرو بن العاص نتيجه لموقف مين؟ يعني الروم حصل انشقاق ما بين الصفوف بتاعتهم. تمام؟ اثناء الوفاق او المعاهده اللي ما بين المقوقس وعمرو بن العاص. ليه؟ طبعا بسبب موقف الامبراطور الروم اللي هو هرقل امبراطور الروم. ليه؟ لان هو اللي رفض. المقوقس كان صاحب نظره قدام، كان عارف ان خلاص ما فيش امل، فعمل صلح مع عمرو بن العاص. اما هرقل رفض. تمام؟ يبقى هنا حدث خلاف بسبب امبراطور الروم اللي هو هرقل ملك الروم. تمام؟ اعتمد الخليفه او اعتمدت الدوله العباسيه في استمرارها على نقط: على حكمة الخلفاء ومهارتهم، ولا تفوق الدولة العسكري، ولا ولاء العناصر العربية، ولا مساندة العناصر الغير عربية. أيوة، هي مساندة العناصر الغير عربية. تمام؟ ليه؟ اللي هم الفرس والأتراك. ما احنا قلنا الدولة العباسية اعتمدت على عناصر غير عربية زي الفرس والأتراك. تمام؟ ودول كان لهم دور كبير جدا في استمرارية الدولة في العصر العباسي الثاني بالذات، لأنها كانت دولة ضعيفة، ولكن دول اللي ساندوها لأنهم تولوا ولايات كتيرة، وكان لها دور كبير في حماية الدولة زي أحمد بن طولون والإخشيد. يدل الصراع على منصب الوزارة في الدولة الفاطمية على انهيار نقط. الصراع على الوزارة بين شاور ودرغام ده دليل على انهيار المكانة الدينية للخليفة، ولا المكانة السياسية للخليفة، ولا تماسك المجتمع، ولا الجيش والقوى العسكرية. طبعا المكانة السياسية للخليفة، انهيار المكانة السياسية للخليفة. طبعا ما حدش يجي يقول لي المكانة الدينية، لا، هي المكانة السياسية، لأن ده صراع على السلطة، صراع في الوزارة، نظام حكم، فهنا صراع سياسي. فهنا دليل على انهيار مكانة من السياسية الخليفة، انه مش قادر يسيطر. تمام؟ يبقى مكانة سياسية. أصبحت مصر في قلب العالم الإسلامي في عهد المعز لدين الله بسبب نقط. يعني اشمعنى مصر في عهد المعز لدين الفاطمي أصبحت قلب العالم الإسلامي؟ هل بسبب صدها لهجمات الصليبيين وهزيمتها للكرامطه، ولا بسط نفوذهم في اماكن مقدسه، ولا انشاء لجامع الازهر؟ طبعا بسبب بسط نفوذها على الاماكن المقدسه. لما احنا جينا خدنا المعز لدين الله قلنا ايه؟ قلنا بعد السيطره على مصر وانتقل لمصر سنه 362 هجريا راح ضم الشام وضم الحجاز. طب هي مركز الدوله فين؟ الحجاز ولا المغرب ولا مصر؟ مركز الدوله مصر. فكده مصر بقت قلب العالم الاسلامي امتى؟ بشكل رسمي لما ضمت الدوله الفاطميه الحجاز او ضمها للاماكن المقدسه. ففي الحاله دي خلاص كده بقت مصر مركز للخلافه الاسلاميه. بس دي كانت فاطميه طبعا بغض النظر بقى هم ايه، ولكن هو ده اللي كان موجود بقى. تمام؟ يبقى بسط نفوذ على الاماكن المقدسه. فشلت الحمله الصليبيه الخامسه بسبب نقط. الحمله الصليبيه الخامسه لو تفتكروا اول حمله صليبيه جت على مصر هي الخامسه، واكتبها كده بجنب كده لو معاك قلم اكتب سجل. أول حملة صليبية جت على مصر كانت الحملة الصليبية الخامسة، وذلك فشلت ليه؟ ذكاء الملك الكامل؟ لا طبعا. جهل الصليبيين بجغرافية مصر، ضعف قدرة الصليبيين العسكرية ولا قدرة المصريين العسكرية؟ طبعا جهل الصليبيين بجغرافية مصر، لأنهم لما دخلوا من المصريين فتحوا عليهم الترع والقنوات وغرقوهم في الدلتا فحصروهم فخرجوا. يبقى جهل الصليبيين بجغرافية مصر. أرسل هولاكو رسالة إلى مصر وكان الهدف منها، هولاكو بعت لمصر رساله قال لهم سلموا لا اما يحصل فيكم زي ما حصل في الناس اللي قبليكم. تمام؟ طيب الهدف منها ايه؟ طبعا اضعاف الروح المعنويه للمصريين. معروفه سهله خالص. هو بيضعف الروح المعنويه للمصريين، طبعا مش ايقاع الفرقه بين المماليك طبعا، ولا جذب الشعب المصري في صفه، ولا تحقيق نصر عسكري سريع، لا هو اضعاف الروح المعنويه للمصريين، بيخوفك، بيعمل لك عامل نفسي. تمام؟ يبقى اضعاف الروح المعنويه للمصريين. استرد المسلمين ثاني الامارات الصليبيه اللي هي أنطاكيا على يد نقط بيبرس ولا منصور قلاوون ولا أشرف خليل بن قلاوون ولا الناصر محمد بن قلاوون. طبعا الظاهر بيبرس هو اللي استرد أنطاكيا.
صح ولا لا؟ احنا خدنا اول اماره كانت الرها. الرها اول اماره كونوها عماد الدين زنكي اللي استردها. تاني اماره انطاكيا الظاهر بيبرس اللي استردها. اما بيت المقدس كان صلاح الدين الايوبي كان استردها طبعا، وراحت ورجعت كذا مره. تمام. غير طرابلس طبعا اللي هو الملك اللي بعده اللي هو المنصور قلاوون. تمام. طيب نيجي للسؤال اللي بعده. فرض المماليك سيطرتهم على جزيره قبرص، بذلك امنوا مدينه نقط. فرض المماليك، ركز معايا، فرض المماليك سيطرتهم على جزيره قبرص لما كانوا هجموا على الاسكندريه، فاكرين؟ فهنا الاشرف برسبي راح هجم عليهم وفرض سيطرتهم على قبرص. تمام. وذلك امنوا مدينه ايه؟ طبعا مدينه الاسكندريه. ليه ما نقولش القاهره؟ لان القاهره بعيده عن الساحل، هيهجموا على القاهره ازاي؟ هم هيهجموا على مدينه ساحليه، فانت عينك تروح على مدينه ساحليه. مكه لا، بغداد لا، مفيش غير الاسكندريه. يبقى ذلك امنوا مدينه نقط، مدينه الاسكندريه. عادت الى العالم الاسلامي الوحده الدينيه بعد نقط. الوحده الدينيه رجعت للعالم الاسلامي تاني بعد سقوط مين؟ بعد سقوط الخلافه الفاطميه على ايد صلاح الدين الايوبي طبعا. يبقى بعد سقوط الدوله الفاطميه، لان طبعا المسلمين كانوا مقسومين ما بين انقسام مذهبي، سنه وشيعه. السنه اللي هي الدوله العباسيه، والشيعه اللي هي الدوله الفاطميه. سقطت الفاطميه واستعادت مصر مره ثانيه الدوله العباسيه. تتصف العلاقه بين الحضاره الاسلاميه والحضارات الانسانيه السابقه بانها نقط طبعا متكامله. الحضارات متكامله، بتكمل بعضها البعض زي ما احنا عارفين. يبقى تتصف العلاقه بين الحضاره الاسلاميه والحضاره الانسانيه انها حضارات متكامله بتكمل بعضها البعض. تتميز الحضاره الاسلاميه بانها حضاره نقط، احاديه المصدر ولا متعدده الجوانب ولا ناسخه لما قبلها ولا منغلقه وجامده؟ طبعا متعدده الجوانب. احنا قلنا الحضاره الاسلاميه متعدده الجوانب والخصائص، فيها خصائص كتيره جدا، بالاضافه الى انها اتسمت بخصائص ومميزات كتيره جدا في كل المجالات وفي كل التخصصات، بالاضافه الى انفتاحها، فكده متعدده الجوانب. اما احاديه المصدر لا طبعا، يعني مصدرها حاجه واحده يعني؟ لا. ناسخه لما قبلها بس، نسخت اللي قبلها بس؟ لا، ده نسخت وطورت وقلدت وعملت حضاره مش موجوده حاليا زيها اصلا. طب منغلقه؟ لا، احنا قلنا منفتحه. طيب اخر سؤال بقى يا شباب. اتفق عمل الولاه في عهد الخلفاء الراشدين مع وظيفه العمال في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم في الجانبين ايه وايه؟ هو بيتكلم على الولاه اللي هم العمال الرسول كان بيبعتهم في الولايات او المناطق اللي اسلمت. كان الهدف منها ايه؟ كانوا بيجمعوا الزكاه وبيقوموا الناس في الصلاه ويعرفوهم امور دينهم. كان موجود برضو ايام الخلفاء الراشدين نفس الحكايه. يبقى هدف ديني واقتصادي. هيبقى ايه؟ ديني واقتصادي، ديني وايه؟ واقتصادي. بكده يا شباب يبقى خلصنا مجموعه الاسئله اللي معانا النهارده. 40 سؤال على المنهج بتاع الترم الثاني، كوكتيل كده من الوحده الثالثه زائد الوحده الرابعه. كل سنه وانتم طيبين. انتظروني في الفيديو اللي جاي، بس ما تنساش لو انت مش مشترك تشترك وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو وتعليق جميل زيك. اتمنى لكم بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.